الكورس مش هيجي لك في بوكس وهتحطه جوه، فاهم؟ انا برضو لحد دلوقتي مش فاهم ومش عارف برضو انا لما ابقى داتا ساينتست او اي انجينير في الشركه هعمل ايه. طيب مرتبات، فلوس، ماني، عايزين فلوس بقى. how to make money. تعبنا من كل التعلم ده. وصلت الكاتش بوينت وفي ان انت عايز بقى الحته دي خلاص، عارف انت رايح فين وبتحط بلان لنفسك والكلام ده. احنا بنسمع حاجه زي راج، حاجه زي لارج لانجويج موديل، حاجه اسمها ديب سيك يقول لك معموله على شات جي بي تي. طب يا جدعان انا مش ملاحق. طيب عايز اسالك سؤال، لو انا مثلا عايز ابدا اتعلم الاي اي يعني في 2025 مختلف تماما دلوقتي، التولز وكل الحاجات اللي موجوده مختلفه عن جدا، اعمل ايه؟ هو ايه الفرق بين السيرتيفيكت دي والسيرتيفيكت مثلا بتاعت اي موقع؟ يعني مثلا الحاجه دي بتبقى بايت طلعتش ب 100% من الاستفاده، طلعت ب 70 مثلا او 60، وده كان ممتاز، وان انا سلمت وخدت الشهاده ده بالنسبه لي كان جامد جدا. طيب عايزك يوسف تقول لي برضو، تكلمني عن نفسك، تعرفني برضو انت اشتغلت فين، عملت ايه، تعرفنا كلنا البروسيس اللي انت مريت بيها، شغال فين، الكلام ده كله. طيب سريعا كده يوسف، ممكن بدايه مجاله او الباك جراوند بتاعته في الاي اي وداتا ساينس من 2017. حلو. مريت برولز كتيره جدا، اشتغلت في شركات كتيره جدا، ممكن منهم اغلبهم في السعوديه وفي قطر، واشتغلت في شركات في دبي وكذلك في مصر. الباك جراوند بتاعتي بقى بدايه ممكن من الكارير فيلد، يعني من السكيورتي، وهاو كان بي ان احنا نسكيور بقى الانفراستراكشر على الكلاود، بدايه من اجر يعني مايكروسوفت. خدت سيرتيفيكتس كتير جدا في السكيورتي، ويعني معايا منتورز ممكن من وانا شغال او انا بدرس المجال دون من مايكروسوفت وشركات كبيره جدا الحمد لله. حاليا شغال از سينيور اي انجينير في داتا سوليوشن، اشتغلت ممكن في اكتر من 7 او 8 شركات. اشتغلت از انستراكتور برضه فتره، فيعني ده ملخصا انا حاليا سينيور اي انجينير في داتا سوليوشن، وبنبيلد كده حاجه از بلاتفورم تو يونيفايد المانجمنت بتاع السوشيال ميديا انتراكشن او الليدز بتاعت الكلاينت على ديفرنت تايب اوف سوشيال ميديا. حلو جدا، ما شاء الله، حلو جدا. أيوة. اهلا بيكم في الحلقه الثانيه من تكنولوجي. زي ما احنا عارفين تكنولوجي هو بودكاست هدفه الاساسي ان احنا نساعدكم تتعلموا مجالات الاي اي والداتا ساينس والداتا اناليسيز وكل المهارات اللي ممكن تساعدكم تتطوروا وتتميزوا في سوق العمل، من خلال ضيوف بنقابلهم بنستضيفهم هنا عشان يقدموا لنا التجربه الكامله بتاعتهم والنصايح اللي هم حابين يقدموها لنا في سوق العمل. معانا النهارده في الحلقه دي ضيف من اميز الضيوف اللي موجودين في مصر في المجال بتاع الاي اي والداتا ساينس. نتعرف مع بعض على الخطوات اللي احنا محتاجين نتعلمها ونكون عارفينها عشان نكون مميزين في المجال، ازاي ممكن نشتغل، ازاي نلاقي فرص شغل، ازاي ممكن نتطور، ونشوف كمان الاي اي رايح بينا على فين في مصر كمان وبره مصر. خلونا نرحب بيه باشمهندس يوسف. اهلا بيك. عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله والله. منورنا. ده عامل نورك ايه؟ والله. كله فل؟ كله جميل يا رب الحمد دايما. لله. خلينا نبدا مع بعض. عايزك تقول لنا كده اوفر فيو تفصيلي. مش ان بريف. ايوه، لا تفصيلي عن نفسك. اوكي. تقول لنا اتخرجت امتى، اشتغلت ازاي في المجال، شغال فين، اشتغلت فين، المراحل هكذا، عشان الكل يكون يستفيد ويعرف اكتر عنه. طيب خلينا يعني قبل حته تتخرج ديت، لان هي تفصيله متقدمه نوعا ما في يلا. الكارير بتاعي. يعني لو انا اقول يوسف ايه من قبل موضوع التخرج، فشخص عادي جدا زي اي حد. اللي هو ايه بقى، مش شخص كان بينام على الكمبيوتر يصحى. كنتش لا دحيح يعني. كنتش دحيح خالص خالص. خالص. وده في صغري يعني. حتى كنت ضعيف جدا في الانجليش، كنت دايما بطرد من حصه الانجليش. يلا تعالى اطلع بره العب بقى. فاللي هو يعني لو حد كان بيشوف يوسف وهو صغير، ده راجل اخره يعني فاهم اي حاجه. لكن سبحان الله، وقت ما الواحد بدايه هو ان هو نزل شغل بدري شويه 14 15 سنه، بدات ان انا اشتغل بقى في شركه ده مثلا مندوب مبيعات، الحاجات اللي زي كده. وكانت رؤيه والدتي او اهلي في البيت ان هم يزقوني في حته ان انت تبقى عندك ثقافه هاوي كان بين ان انت تتراكت مع الناس وتتعامل وتعرف تتكلم والكلام ده. وقتها ما كنتش حابب ده جدا، ولكن اتزقيت يعني بطبيعه الحال. وفعلا ده اللي كنت اكتر حاجه مميز بيها بعد كده طول حياتي، ان عندي الحته دي من وانا عندي 15 سنه مثلا. فمع بدايه ان انا الواحد مسك فلوس، قادر بقى يشتري تليفون، يشتري لابتوب بتاع. اشتريت فعلا لابتوب الحمد لله. كان بكام وقتها؟ سكه 2000 جنيه. يا نهار ابيض. ده مثلا من 10 سنين. ده اقل بالظبط 8 سنين بالظبط، 2016 2017. فاكر ايه كانت امكانياته؟ كانت ايه؟ كانت 2 جرام. 2 جيجا رام. ده ما شغالش موبايل دلوقتي. الناس كانت متقدمه وقتها، ولكن ده كان البادجت بتاعتي يعني. كان 2 رام اي ثينك. ما كانش فيه جي بي يوز اصلا، هو سي بي يو اي 3 الجيل الاول. حاجات كده. الاستورج بتاعته 250 300 حاجه كده يعني. ولكن ده كان الستارت بيه. انا كنت جايبه ليه؟ كنت جايبه العب بيه يعني صباح الفل. انا جاي بقى تقريبا كنت لسه في اعدادي ثانوي، فكنت جايبه كده ايه من باب ان انا شويه فلوس. كنت عملت جمعيه اخويا حتى نص الفلوس هو دفعها لي. كنت عامل جمعيه ب 1000 جنيه فاهم. ولكن جبته الحمد لله وسددت الفلوس اللي عليا وكل حاجه.
بعد بقى مرحله ان انت بتستكشف مجال الكمبيوتر عموما. انت لو شخص طالب عادي جدا حتى في الوقت بتاعنا ده مع التكنولوجيا بتاع الطالب، ما بيبقاش طالع عارف هو بيستخدم ده ازاي. هو ممكن جاست بيلعب عليه، جاست بيفهم، مم. لكن هاوي كان بقى ان انت تستفاد منه، لا ديت ما كانتش موجوده خالص. فبعد ما مرحله ان انت لعبت على اللابتوب شويه، نزلت جيمز، لعبت مش عارف استمتعت وبتاع ده، بتروح بقى لحته هاو تو ميك ماني. مم. لو انت شخص اوريدي زي مثلا احتكيت بسوق العمل بتاع ايوه، هاوي كان بقى ان انت تطلع من فلوس الحاجه دي من نجيب الحاجه دي. فلوس. بالظبط. فرحت بقى في شويه سكه اللي هو ايه الايزي ماني، اتس نوت يوسفul ان اه اني مور، خالص. يعني خلاص بقى اللي هو الكويك مانيز والحاجات دي، لا عرفت ان مم. هي فاكس جدا. فمن بدايه 2017 او اواخر 2017 كده، بعد ما خلاص بقى عديت مرحله اللي هو ايه جاست ان انت بت انجوي، عرفت ان المجال البرمجه هو اللي ممكن تميك ماني منه، حلو. وبطريقه سهله نوعا ما، وفي نفس الوقت في سبيسيفيك اوف ان انت او في اريا واسعه جدا. مم. فبدات زي ما الناس كتيره جدا بدات في اللي هو ايه استكشف المجال. اسهل حاجه ايه يا باشا عندك؟ اتش تي ام ال وسي اس اس والناس اللذيذه الويب، بتاعت الحاجات الويب. البيزكس خالص. فتوكلنا على الله، دخلت في جروب كده كان معمول على ماسنجرز وبتاع، بيبداوا مع حاجات بتاعه الزيرو بقى، الفيرجنز القديمه طبعا مش الجديده اللي هي دلوقتي ما شاء الله قويه جدا وكواليتي عاليه وبتاع، ولكن كانت وقتها لذيذه يعني. بدات اتش تي ام ال خلصتها، وكان وقتها اتش تي ام ال بقى تو فيرجنز 4 و5 وسي اس اس 2 و 3، ودرست الحاجات دي كلها بقى وعملت ابلكيشنز بسيطه، ودخلت برضه في حته الجافا سكريبت. حلو. بعد ما خلصت جافا سكريبت خلاص انت بتبدا بقى ايه تروح للاين اوف انك تفرونت ولا باك، ولا هتبدا تشتغل ازاي بقى وتاخد فريم ورك معين بقى والكلام ده. فالكلام ده كان في اواخر 2017 بدايه 2018. تمام. فانا بعد ما عملت شويه ابلكيشنز بسيط جدا بقى، وتعمل شويه حاجات بقى حركات في الويب سايتس ويب والكلام سايت ده، وكده. قلت خلاص انا استكشفت الفيل ده، خليني اشوف ايه في ايه تاني. يعني انا دلوقتي انا مش انا هميك ماني وكل حاجه، بس ما خلينيش استعجل، انا لسه معايا لابتوب ولسه بدرس، فمحدش بيقول لي ادفع حاجه معينه. مم. حتى كنت الانترنت كنت يعني جارنا هو اللي كان بيديني النصر دي. فكانت الدنيا لذيذه، مم. عارف انت بايه، بتتعلم في صمت في ايوه. هدوء، ما فيش حد بيسترس عليك يعني. واللابتوب انا اللي جاري، فما حدش شاري لي لاب ويقول لي ادفع ده. يلا ادفع فلوس. اه. فكان الحمد لله معايا مساحه الاستكشاف الكافيه، ودي كانت ممكن اول سبوت يعني احنا ممكن نلقطه، ان الواحد لما يكون مضغوط ما بيعرفش يتعلم، مم. بيكروت وبيضغط وبيعمل عشان ايه يطلع مم. بريزلت، وفي الاخر الريزلت اصلا ما بتبقاش كويس. مم. فالحمد لله بعد عمليه الاستكشاف ديت قلت طيب خلينا نشوف ايه موجود في العالم، يعني ايه اللي موجود بقى بجد. كان طبعا مش معايا انجلش خالص والكلام ده، مم. ولكن وقتها كانت بدات منحه 1 مليون ارب كودر او مليون مبرمج عربي. كانت مشهوره جدا وقتها. جدا. مم. وكانت اول دفعه. مشهوره جدا. بالظبط. وكانت بقى اللي هي حاجه بروميسد جدا، طبعا بتقدم من خلال يوداستي، فالكواليتي عاليه جدا نظيفه، وبعدين سبورتد من الحكومه الاماراتيه ومش عارف ايه. فقلت طيب هي دي اكتر حاجه ممكن استارت بيها بشكل منظم في حاجه. وبرضو بيبقى عندهم بروجرامز معينه، كان عندهم حاجات في الاندرويد وحاجات في الداتا اناليسيز وحاجات فرونت وباك وكده. فقلت طيب انا دلوقتي استكشفت مجال الويب، فخليني ايه اقدم في حاجه في داتا اناليسيز او في اندرويد. حلو. كده كده انا استكشفت الحته بتاعه الفرونت وباك دي. وكعاده اغلب الناس اللي هم بيحبوا يفركوا، قدمت بخمس ست اكونتات. 5 6 اكونتات جيميلات على بقى 5 تراكات. قدمت مثلا 2 في الويب اللي انا مش عايزه، ايوه وواحد في اندرويد عشان يبقى فرصتك عاليه كبيره. بالظبط. وقدمت في الداتا اناليست. انا قلت الاندرويد ابلكيشنز زي الويب سايت، فلو جالي هيبقى في اللذيذ منه جدا. وقتها اصلا كان في امتحانات ثانوي وبتاع، فقلت ايه ما فيش وقت بس خليني اروح يعني. فقدمت، يشاء ربنا ان انا ولا اقبل في اندرويد ولا اقبل في ويب واقبل في داتا اناليست. كان التراك وقتها صعب جدا. انا اظن ان اتقبلت مش عشان حاجه فيا، غير ان العدد اصلا اللي مقدمين قليل، لان وقتها ما كانش في حاجه اسمها داتا اناليست قوي يعني. صح. الناس ما كانتش موجوده وشويه فاهمه المجال ده قوي. صح. فقدرا الحمد لله بدات. كان التراك وقتها اللي بيتقدم من خلال يوداسيتي يعني والبروجرام دوت كان انجلش طبعا، وده كان اول تشالنج بالنسبه لي انه انجلش. فانا عشان اذاكر اس كيو ال مثلا انا راح اخد كورس عربي واذاكر نفس الكونتنت ده بالانجليزي. ممكن وانا عشان اصلا بس الفيديو من على البلاتفورم لازم اشوفه انجلش، وبعدين اقعد بقى ترانزليت بقى، وحتى الترانزليشن كان ضعيف جدا في الاواخر طبعا، ظبطوه جدا وخلوه كذا ستيب وبتاع. فكنت عمال بقى بعاني وقتها في موضوع الانجليش دوت. وهنا بدات اقول طيب خلاص حلو، طالما انت هتخش وتكمل في التراك ده لازم تاخد السكيل بتاع الانجليش دي. حلو. ومن وقتها الحمد لله خدت كورس انجليش، كان يعني جامعه مكان معين كده في المنوفيه عندنا بيقدم كورسات في الانجليش، وكان اغلبهم طبعا طلبه جامعه، وانا كنت في ثانوي وقتها. فقلت جميل خليني اخش.
فاغلب الناس طبعا اللي هو ايه شايفيني اصلا انت في جامعه، انت ايه اللي جابك هنا وانت في ثانوي، انت انت زي كده يعني. كده. حتى كان اغلبهم مفكرني في جامعه اصلا، بس انا قاعد سوا جامعه في ثانوي. فقدرا الحمد لله خدت كذا ستيب في الحته بتاعت الانجليش از جرامرلي بقى والكلام ده كله، خدت نولج فيه كويسه. كنت عارف ان هو سب فيلد اوف او يعني حاجه كده ايه هتكمل لك جدا فيما يخص بقى ان انت رايح على تراكات واسعه جدا في مجال واسع جدا في فيلدز مختلفه. وحتى قبل حته البروجرامينج دي انا كنت استكشفت مجال الايه موضوع المونتاج بقى وهاوي كان بان تشتغل على الفوتوشوب والحاجات اللذيذه دي يعني. وكانت ده جزء من رؤيتي وقتها، فقلت خلاص خدت فعلا الكورس بتاع الانجليش دون واستفدت جدا منه وخدت ليفل كويس فيه وبعدين طلعت منه. وكنت بقى ماشي في تراك الايه الداتا اناليسيس دون بعد ما خلصته. يعني انا طبعا قعدت بقى ايه احارب نفسي عشان اخلصه اصلا والتسليمات بتاعته وكل التفاصيل دي. وبعد ما خلصته قلت طيب لذيذ جدا، انا دلوقتي خدت شويه نولج بيز كويس في الويب استكشفته، نولج بيز كويسه في الموضوع الايه الداتا اناليسيس. وقتها طبعا كان في امتحانات ثانوي وكان بقى في ايه انا كنت ازهر طبعا، فالموضوع عندنا شويه ايه معقد السنه يعني في الامتحانات وكده. فقلت خلاص خليني بقى ايه اركن سنه. فكان الكوارت الثاني بقى او الباتش الثاني اللي هيخش بعدنا في 1 مليون عرب كودر كان هيبقى. فانا قلت خليني اقدم تاني في الاندرويد. يعني ايه لذيذ منه الموضوع لذيذ والكواليتي لطيفه. فعلا قدمت واتقبلت. البروجرام ده كان بادئ تقريبا مع بدايه الامتحانات، يعني اللي هو ايه او ممكن الشهر اللي قبل الامتحانات على طول. فانت بقى مش عارف تذاكر اي حاجه. خلصت امتحانات من هنا حرفيا اليوم اللي انا كنت مخلص فيه الامتحانات كان فاضل اسبوع بالظبط على الديدلاين. الديدلاين بقى التسليمات كلها تخلص. ما كانش في وقتها GPT بقى عشان الناس اللي هتقول ايه ده الاسئله والبتاع والكلام ده. لا 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 كل حاجه كانت صعبه جدا، تقعد تذاكر ولازم تعمل الابلكيشن بايدك وكل حاجه بايدك يعني. فقلت طيب خليني انا قلت لنفسي كده انا عندي تشالنج دلوقتي في خلال الاسبوع ده كده اجازه. انا يعني لو ضغطت نفسي كده هستفاد بالظبط، مش فكره عدي. انا ايه اللي هخسره لو انا عدى عليا الاسبوع عادي من غير ما اخد ما اضغط نفسي مثلا اقول انا عايز اخلص مش تخسر حاجه البروجرام بتاع شهرين 3 في اسبوع. مش تخسر حاجه، بل لو عملت ده هتكسب كتير جدا. صح طبعا. ضغطت افكار كتيره جدا بقى وازاي تشتغل على اندرويد ستوديو وافكار، وكنت بتشالنج اصلا نفسي عشان اشغل اللاب بالامكانيات دي على الاندرويد ستوديو. كان صعب جدا. عايز اقول لك ان انا زودت رامه حسيت ان انا كنت خلاص طاير. رامه واحده طياره كنتش قادر. ففعلا حصل دون ان انا اخدت البروجرام كله ضغطته في اسبوع، ذاكرته وسلمت تقريبا 3 ابلكيشنز وكان منهم ابلكيشن كده معمول للغه مندثره كنا بنطلعها للنور بقى بجرامرز وحاجات كده. وفعلا استفدت جدا جدا. ووقتها اكتشفت ان يوسف لو اتضغط في حاجه بيحبها ودماغه فيها هيجي منه جدا وهيجيب جدا، مش بس ان انت ايه تحط في سكه وتمشي فيها وتوصل لنهايه معروفه الناس كلها عارفاها والكلام ده. طب والاي اي قول لي الاي اي دخلت فيه امتى اصلا؟ عرفت تعمل امتى بقى؟ احنا الكلام ده دلوقتي انا ماشي يعني بتايم لاين معين كده في 2018 داخلين اهوت على 2019. لما بنتكلم او رايحين لسكه 2018 19 خلاص بقى بدات ان انا هخش كليه وبتاع. طب هخش كليه ايه؟ دخلت كليه علوم جامعه الازهر. فالكليه كانت بعيده عن التراك بتاع الاي اي خالص وتراك الداتا ساينس والكلام ده كله والباشن بتاع البروجرام عموما. طيب ايه الوضع يعني ايه الاوبشنز الموجوده؟ هتذاكر هتدرس مجال في الكليه بره التراك وهتذاكر لوحدك ده صح وهتشتغل في التراك ده بقى. اخدت الكليه جاست انا شهاده وتمشي والدنيا تمشي لطيفه. طيب وكان وقتها طبعا البيت بيمشيني في التراك ده شويه، حابب ان انا امشي في السكه دي فمفيش مشكله خليني ما اتعرضش دلوقتي. قعدت كده سنه 2 ما حسيتش ان الموضوع هيجيب. يعني كنت بموت نفسي عشان تنجح في الكليه وتموت نفسك عشان تعمل حاجه لنفسك. يعني انت حابب دون وبقالك سنه مثلا او 2 بتمشي في التراك ده فعايز تعمل فيه حاجه. فقلت خلاص لازم قرار. فقلت لهم انا مش هكمل في الكليه. ده كان قرار صادم جدا. حتى هتروح فين؟ طب هتنقل؟ طب هتعمل مش عارف ايه. طب انا بس اديني بريك كده سنه ولا حاجه افكر في اعمل ايه واجي لكم تاني. انا مش مستعجل يعني فاهم. فكان طبعا صعب ولكن هم لما لقوني كده يوسف ايه يعني شخص ريسبونسبل زي ما بيقولوا صح بيجي على نفسه وبيذاكر ويشتغل وبتاع. وكان عندي وقتها البي سي القديم قوي اللي هو كنت بلعب عليه بقى واتفرج على توم وجيري اللي هو الجهاز الكبير قوي ده اللي هو من ورا ايوه كده حاجه بسيطه. فكان دون كنت بحطه كده واشغل الشاشه الكبيره قوي دي واجيب اللاب برضو اللابتوب جنبه واحاول بقى ايه اشتغل بقى افتح مثلا هنا سكرين فيديو وهنا الايه الكود عشان تكتبه كده. فهم كانوا شايفين ان يوسف بيجتهد في اتجاه
فخلاص حتى سيبه هم لو براحته. مش فاهمينه بس هو رايح في سكه وان شاء الله مش غلط، يعني ما فيهاش حاجه غلط وبتاع. وكنت وقتها بدأ اللي هو بقى زي ما قلت لك فتره الاسبوع دي انا ما كنتش بنام. مم. يعني انا كنت وقتها مثلا ايه انام على اللاب مم. ساعتين كده كده اهو واصحى واكمل. مم. عشان ما انت في عندك ثلاث شهور بتضغطهم في اسبوع، ماتيريال وتسليمات تاسكات وابلكيشنز وتفهم كمان فقصه. ف... فهم لما شافوا يعني كان ابويا يخش كده عليا الاوضه فيلاقيني نايم فيطفي النور ويسيبني اصحى انا بقى ايدي النور اه وكمل. فكده يعني. فلما شافوا ان يوسف خلاص لا مش رايح في هو شخص يعني ما يعني ايه عارف هو بيحرك نفسه من اتجاه وشخص عاقل كفايه ان هو ياخد طب ما فيش مشكله جو هيدي يا باشا وتوكل واحنا وراك يعني. ايا كان بقى القرار اللي هتاخده هتسيب الكليه خالص طب هتاخدها طب هتشوف فين طب هتعمل طب يعني خد القرار واحنا معاك. فخلاص قلت طيب خليني بقى ايه اخد نفسي. يعني اخد نفسي لان انا كنت مضغوط جدا كنت مضغوط جدا في الوقت. مضغوط في الكليه ومضغوط في اللي بتذاكره في اللي عايز تعمله ومش وبعدين عارف انت تعمل ايه انت رايح لفين يعني بالظبط. انت بقالك مثلا سنه وشويه عمال تستكشف هتروح لفين بقى. ما انا المفروض كان في رحله رايح نقطه معينه هبدا ان انا اقول هو ده اللي انا كنت عايزه. يعني انت بتوصل كده النقطه. فانت اصلا ما جبتش الكليه اللي لسه انت كنت عايز كليه معينه. كنت عايز بقى مش فكره فكره اسمه ايه التنسيق والكلام ده بس انا ما كنتش رايح ان فكره الكليه هتضيف لي كتير حتى لو في التخصص. بعد كده انا عرفت العكس وعرفت انه لو انت في حاسبات لا الموضوع هيبقى اسهل. هيفرق معاك طبعا هيفرق معاك طبعا. واي حد بيجي لي من الشباب بقى وبتاع اقول له لا يا باشا خش التراك ده بالكليه دي لو ده اوبشن عندك ليه هيسهل لك. طب لو انت في كليه تانية مش مستحيل عادي مش جدا مستحيل عيش طبعا حياتك والدنيا هنا بس. فقلت خلاص خليني بقى بريك كده واخد نفسي زي ما بيقولوا واعرف انا هعمل ايه واروح فين. وكان دايما النقطه اللي انا عايز اوصل لها لسه ما وضحتليش ان انا عايز اوصل لنقطه اكون ساتسفايد ان انا هو ده اللي انا عايزه. خلي بالك يوسف من سنتين هو مش عارف هو مش عارف هو عايز ايه. بيستكشف وبيعمل شويه جيمز وبتاع بايثون وبيعمل شويه في اناليسيز وبيعمل شويه مش عارف ايه. فقلت طيب لسه ما استقرتش على حاجه معينه. وبعدين وقتها انا ما كنتش ريكوايرد ان انا اجيب فلوس. فعادي جدا تفضل ايه عايش الجو يعني بتاع ان انت طالب يعني. واستقريت على ايه بقى؟ فمع بدايه بقى 2019 في نص 2019 وبدات انا اخف من الضغط بتاع الجامعه والريسك اللي هو بقى هتروح فين وهتيجي من الكلام ده. قلت طيب وضحت لي صوره هوضحها لك وممكن تبقى صح ممكن تبقى غلط بس هي ستيل لحد دلوقتي اثبتت ان هي 100% صح. اللي هو ايه وهقول لك اثباتاتي دون بيزد ان ناس شغاله في شركات كبيره جدا وصلت للريزولت دي اللي انا كنت واصل لها 2019 وجت تقول لي انا في الاتش دي دلوقتي. ايه اللي بقى ايه النتيجه دي؟ كانت النتيجه دي ان مجال الابلكيشنز مع احترامنا جدا ليه هو جميل ولذيذ وقوي وحلو وفي فلوس وناس شغاله ومبسوطه وكل حاجه وستيل في جوبز يعني بتنزل فيه ولكن ليميتد جدا بمعنى ايه؟ يوسف راجل اثبت لنفسه من فتره ان هو عنده طاقه يقدر يبوش في اتجاهات كتيره جدا في يحب التفاصيل وينزل لقى لارض الواقع ويلاقي حاجات كتيره جدا وبتاع ويقعد يفكر ويحل ومش عارف ايه. فكنت بحب التفاصيل جدا فكنت حاسس ان الابلكيشنز ومجال الويب سايتس والابلكيشنز واللي هو الاندرويد والحاجات دي حلو بس مش ده. مش ده اللي هلاقي نفسي فيه. بيز دي ان انا عملت شويه ابلكيشن في الحته دي بس ان انا درست المكان ده فتره معينه وعرفت يوسف عايز ايه يعني. قلت خلاص خليني بقى ابدا في مجال الداتا دون هو ده اللي ممكن فيه في الامكانيه والمساحه اللي يوسف لو حط فيها طاقته كلها يلاقيها بتيجي معاه ما يقعدش يبوش ويلاقي نفسه ومش لاقي ريزلت في الاخر او في نفس النقطه. مش فكره ريزلت هو عارف انت يعني ايه بتتقال المعلومه دي كده من ناس شغاله في فويس وشركات كبيره جدا. انا اشتغلت وذاكرت وطحنت نفسي وفي كليه وبتاع وممكنات حاسبات وكانوا متفوقين جدا وبعدين دخل الشركه واشتغل انترن ثم سينيور وكل حاجه. بيجي عند نقطه مفيش حاجه جديده بتحصل. بمعنى ايه هو بياخد فلوس بالظبط. بمعنى ايه ان هو مستمتع بحياته وعالي جدا ولطيف مفيش فاليو مضافه مفيش علم جديد بيتحط في الموضوع كل شويه ابديتس بتحصل. لكن انا يوسف كنت عايز ده لا كنت عايز دايما يبقى في تشالنجز انا بحاول احله دايما في حوار دايما داير زي ما هو بيحصل دلوقتي في الاي وده ساينس الترندز اللي كل يوم بتطلع. فقلت خلاص انا مش عايز ادفن نفسي بدري. فبقى يجي لي بقى بعد ما انا هقول لك قدام اللي بيحصل بس بقى يجي لي فكره اللي هو ايه ان في ناس بتيجي لي سينيورز في اندرويد وفلاتر وبتاع بيقول لي انا عايز اخش مجال الداتا. ليه يا باشا انت جميل ودنيتك حلوه انت سينيور يا باشا انا حاسس ان انا بفضى حاسس ان انا بخلص بالظبط واقف مكاني جدا. السنين بتعدي عليا بس انا ما بروحش في حته يعني بس فكانت دي نتيجه وقتها. فقلت طيب خلاص خليني بقى اخد حاجه منظمه بكواليتي عاليه بمده زمنيه محترمه اعمل بروجكتس يعني ااهل نفسي بقى بشكل كبير. فخدت الدبلومه بتاعت IBM داتا ساينس كانت طبعا هي 9 شهور مثلا 9 كورسات
بتاعت كورسيرا، قدمت عليها وخدتها كسيرتيفيكتس والكلام ده كله، وبدات ان انا واحده واحده ابدا بقى ايه افهم بايثون بشكل كويس، ابدا افهم ربط الدون مع الماشين ليرنينج ازاي، افهم الموضوع كله بياخد كباكجز، الداتا ساينس ده فيلد اصلا عامل ازاي، ايه نوع البروجكتس اللي الداتا ساينتست بيحط نفسه فيها وبيشتغل عليها وبيسلمها. م. ف وخلصتها الحمد لله وسلمت التسليمات بتاعتها، وكان فيها اكتر من بروجكت بقى زي الريكومنديشن سيستم والحاجات اللي شبه كده. بعد ما خلصتها كان ستيل يوسف بيستكشف يعني، هو عارف م. ان ده مجال قوي وفي، بس وصلت النقطه كسبوت برضو كده من السبوتس اللي انا عديت عليها في حياتي، ان المجال ده بيقدم حلول. اكيد ان واحد بيعرف انت ايه بيديك راس شاحن. راس الشاحن دي لوحدها ما بتعملش اي حاجه م. الا لو تحط فيها وصله يو اس بي عشان بالظبط. تشحن حاجه. م. فكان المجال بتاع الداتا والاي اي دون هو راس الشاحن، هو باورفول جدا، هو ممكن يعني يشحن لك لابتوب، ممكن يحرر لك مش عارف ايه، بس هو لوحده ما بيعملش حاجه م. صح. طب ايه بقى اللي انت عايزه؟ انا عايز بقى اشوف انترست اوف انك هاو تو كان بي ابلاي الحاجات دي في مكان معين. م. فكان عندي الانترست بتاع السايبر سكيورتي. حلو. دي طب حاجه جديده خالص جدا غير اي حاجه اتكلمنا فيها قبل كده، بالظبط. كل اللي فات حماده واللي جاي والجزء ده حوالي حماده تاني جاي خالص. خالص. قلت طيب انا وقتها كنت ايه اللي بيريليت معايا في الحته دي، ان انا كنت خدت كورس ايثيكال هاكينج مثلا 2017 2018 م. على السريع منه جدا. كنت باخد التولز اللي هو السكريبت كيديز، حرفيا تاخد التولز تجربها على مواقع. كنت حتى جربت كده حاجه على تليجرام وقت ما كان التليجرام بادئ يطلع، كنت بدات اخش دخلت على شات وشفت الشاتس م. بتاعت الناس، يعني دي ثغره انا وقتها ما كنتش عارف استغلها ازاي، م. بس أنا كنت شايف بس الثغره. عرفت ان دي مشكله. طيب انا قلت بقى وقتها، انا كنت طبعا شاب صغنن جدا في مصر طبيعي جدا، فاللي هو ايه ده، انا حاسس برعب ان ممكن اضر شركه وانا مش واخد بالي. اه. ممكن لو اتعمل عليك ريبورت ان انت عملت سكاننج لحاجه ده في السكيورتي ده ستاندرد، لو عملت سكاننج على حاجه مثلا، او عملت اللي هو بيسموه بقى الفولنربيلتي اسسمنت والكلام ده كله على حاجه او موقع انت مش مصرح ليك تعمل السكان ده اصلا، تروح في داهيه. م. بل دي كلمات بتتقال من جهات حكوميه في خفت من مصر. الموضوع ده. بالظبط خفت. بيتقال ان انت في امريكا كانوا في البي جيز والشركات الكبيره بتعمل ايه؟ يسيبوا بورتات معينه مفتوحه ويخلوا الناس تاتاك عليها، م. وبعد كده يقاضوها. المقاضاه اللي هم هياخدوا الفلوس منهم زي كده اكتر من الخساره اللي هم خسروها. يعني هو مثلا خسر مليون بما ان هو حصل عليه اتاك، هياخد في المقابل 10 مليون. من الشخص اللي بيعمل كده. وطبعا بيحصل بقى انها اشخاص او شركات او الكلام ده كله يعني. اه. ودي كانت كلمه اتقالت لي من حد كبير هنا جدا في البلد، ماسك يعني يعتبر حاجه كبيره فيما يخص مجال الديجيتال سكيورتي، فيما يخص يعني القطاعات الحكوميه. تمام. بس فقلت طيب انا كنت خايف من الموضوع جدا، فقلت سيبته بقى، اسيب الكلام ده وخلينا في البروجرامنج العاديه الناس كلها م. بتحبها ولطيفه يعني. عشان الجو ده مش قد وانا مش قد عشان كده دلوقتي. مش صغير جدا إن انا هخش في الهاسل ده دلوقتي. فقلت طيب خليني كده اشوف لو في ريليشن بيحصل بين المجال ده وبين السايبر سكيورتي، لعل يكون فيه اللي هو الاي اي الاي والسايبر اي سكيورتي. الاي اي والداتا ساينس والسايبر السايبر سكيورتي. سكيورتي. فبدات اسيرش، لقيت فيه حاجات ظريفه جدا وناس بادئه تعمل حاجات كويسه. بمعنى ايه؟ في كتب، ما فيش كورسز قوي لكن تمام. في كتب. بتقول ايه الكتب دي؟ كتب مثلا زي مالور داتا ساينس. مالور داتا ساينس ده كان بيقول لك هاو كان بي ان انت تسكيور حاجه، تديتكت مالورز معينه، تشوف باترنز معينه في السكيورتي وتبدا تديكت عليها بيزد ان الداتا ساينس نوليدج اللي عندك، م. بالسكيلز بقى بتاعت الداتا ساينس عادي جدا. م. تمام. في كتاب تاني اسمه سكيورتي اند ماشين ليرنينج. م. الناس دول بيعملوا الكتب دي ازاي؟ او هم اصلا الناس دول شغالين في شركات كبيره جدا، منهم افيرا واللي هم الفيندرز بتوع السكيورتي. م. وهم ممكن الفيندر بتوع السكيورتي من 10 سنين قبل ما يكون هنا الموضوع ده هو بدا يكون موجود اصلا، بداوا يابلاي الاي اي والداتا ساينس في الايه في الشركات عندهم. والار ان دي سيستمز عندهم او الار ان دي بروجرامز عموما بداوا تشتغل في ده من 10 15 سنه. حلو. لكن ده ما كانش طبعا بيرفلكت عندنا، في احنا لسه بنتاخر دايما م. على ان احنا نشوف اصلا ده. ومنهم شركات زي مايكروسوفت وكده. فقلت طيب خلينا اشوف الناس بتقول ايه، حتى لو انا مش هعرف اشتغل في الحته دي دلوقتي هنا. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي هتستكشف مساحه معينه هتتعلم فيها، لو انت رحت قلت لحد انا سكيورتي داتا ساينتست هيقول لك نعم. بتعمل يعني ايه؟ يعني بتقف مع بالظبط. جنب الراجل بتاع السكيورتي والداتا يعني ساينس؟ فاهم. يعني مش فاهمك. مش مفهوم. ولكن وقتها قلت ايه، انا شفت النقطه اللي كنت بقول لك عليها، انا بدور على حاجه انا عايزها م. وعايز الاقي نفسي فيها، ولما احط من مجهودي ووقتي وتركيزي ومش عارف ايه الاقي ايه يوسف مبسوط وساتسفايد في الحته دي. فاول ما وصلت ان انا خلصت الكتاب بتاع مالور داتا ساينس وعملت الابلكيشنز بتاعته، كان ده الريد فلاج عندي ان ايوه انا وصلت ان هو ده المجال اللي انا عايز اكمل فيه. اي اي بارت سايبر سيكيورتي، ان انا عايز اخش في حته هاو كان بي امبلمنت الاي اي وداتا ساينس في الفيلد بتاع السايبر سيكيورتي. السايبر سكيورتي.
والديماند بتاعه والمشاكل اللي كتيره جدا مم. موجوده جوه. فاول حاجه كنت حاسس بيها ان انا مبسوط. مم. سيبك بقى من اي فرق قبل كده، يعني الرحله استمرت قد ايه 3 4 سنين كتير. نايس، اه بس انا وصلت للحاجه اللي انا كنت عايزها. اه بمعنى ايه؟ ان انا هكمل بعد كده وانا عارف انا رايح فين. وعارف رايح فين. اشتغلت بقى يعني داتا اناليسيز، انا عارف ان الرول دي اخرها معايا سنتين وهخلص ومش هروح حته ثانيه. مم. اشتغلت اي اي انجينير جميل، بس انا اخري هنا 6 شهور وامشي. مم. اشتغلت مش عارف ايه، انا عارف ان انا فين، انا رايح فين والبروجرس بتاعي رايح فين. مم. ووقت ما انا كنت بعمل ده وبدات اعمل شويه بروجكتس بقى، ما انت كده كده خلاص عندك الباك جراوند بتاعت الهاو كان بي ميك بروجكتس بقى في الحته بتاعت الاي اي والداتا ساينس ومش عارف ايه. بدات ابلاي بالكتب دي، بدات اكلم الاوثرز اصلا بتوع الكتب دي حلو. والناس اللي شغاله في المجال بتاع السكيورتي اي اي اند سكيورتي ماشين ليرنينج اند سكيورتي داتا ساينس، مم. واكلمهم واقول لهم والله كنت كلمت الاوثرز بتاع سكيورتي ماشين ليرنينج، وكلمت اوثرز ثانيه، وكلمت ناس شغاله في مايكروسوفت وناس كتيره جدا طبعا في امريكا والحته دي. قلت لهم والله انا بعمل كذا 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 ودرست كذا كذا وقريت الكتب بتاعتكم وحابب اعرف لو انا عايز اخش في التراك ده اعمل ايه. اللي هو السكيورتي اي اي. سكيورتي اي اي آه. سكيورتي داتا ساينس، يعني ده كانت حلو. الرول بتاعتي. فقالوا لي طيب حلو جدا جميل جو اهيد انت ماشي على هم ردوا التراك عليك عادي كده؟ عادي جدا عادي جدا. جدا. بعت وناس لهم ميل لا مثلا لا ولا كنت واحد بقى منهم بكلمه على تويتر وقتها، آه. يعني ايوه تويتر، وواحد منهم كنت بكلمه على لينكدين، مم. وقلت لهم انا ماشي في التراك دون. وطبعا انا بالنسبه لي كان دول ايه، دول الموديل، يعني مم. دول اللي اشتغلوا في الرول فيندرز. موديل اللي هو انت خلاص انا مفيش شفت أجمل من كده. بالظبط. فكلمتهم قلت لهم والله انا عملت كذا كذا وانا بعمل حاليا كذا وعايز اخش في التراك دوت في البوزيشن اللي انتوا بتشتغلوا ده، مم. تنصحني بيه؟ حلو. فقال لي بص جميل جدا انت ماشي على التراك، الباك جراوند بتاعتك في الحته دي ممتازه جدا. ورد عليا رد تفصيلي جدا، اللي هو مش قال لي نايس خليني اكلمك خليني بعدين طب حلو كمل، لا رد تفصيلي جدا. قال لي انت عملت هنا كذا كذا. وكان وقتها من الباب يعني اللطافه، كان وقتها طبعا بدا محمد صلاح يتشهر عندهم في ليفربول والحته دي، مم. فبقى وقعد يقول المصريين لي انت بقى بتحب بالنسبه لهم نايس ايوه جاي. جت مع بعض. ايوه جاي. فقال لي انا بحب صلاح جدا وبتفرج عليه ومش عارف ايه. قلت له طب لطيف، انا ما بحبوش نفس الحب بتاعك سبحان الله يعني، بس هو جميل يعني لان وقتها كنت بحب الكوره قوي يعني. فقشطه قلت جميل جدا، وفتح بينا تشانل وفي الكلام يعني. وقالوا لي انت ماشي على التراك جو اهيد كمل يا باشا، ولما تعمل بروجكت في حته معينه كلمنا ايه هنعمل ايه بوست بقى والحاجات بتاعتك دي بنزقك في نفس اللاين اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. حلو. ويعني ايه ان ما تقلقش انت ماشي في الطريق. مم. ده كان اللي هو ايه، ده الجرين كارد بتاعت ان انت يا باشا ماشي في الطريق الصح. حبيت انت عارف انت عايز ايه وحبيته وماشي فيه والدنيا لطيفه جدا. وقتها كنت طبعا ايه الكلام ده 2021 يعني خلاص بقى انت بدات توصل للنقطه اللي انت عايزها، عايز تعرف انت عايز ايه والكلام ده كله. بعد ما خلصت الكتب دي بدات الاقي بقى شويه جابس، زي ما اي حاجه في الحياه بتعملها بتلاقي فيها شويه جابس كده وايه محتاج ان انت تحلها. فمن الجابس اللي انا لقيتها ان انا الكتاب حتى بتاع السكيورتي ماشين ليرنينج الدبلومه اللي هي بتاعت اي بي ام داتا ساينس كلهم كانوا حلوين في ما يخص الماشين ليرنينج مثلا، لكن مش بيخشوا جوه المودلز قوي، مش بيفهموك المودلز شغاله اي ازاي الديتيلز. هو الكتاب ده كان بيابلاي، والدبلومه دي كانت غرضها ان هي تديك شويه نوليدج وتخليك تشتغل على الكلاود بتاع اي بي ام وتخليك تعمل مشروع. لكن التفاصيل يعني عايز ماتيريال تديني تفاصيل بس، عايزها تعلمني ما يبقاش ليها اي اورينتيشن وفي ان هي توديك لفيندور او ان هي تخليك تابلاي في حته معينه، وكان ده لذيذ ما فيهوش مشكله. فقلت خلاص خليني بقى ايه اشوف ايه احسن حاجه موجوده. حلو قوي. لقيت ان الترند وستيل لحد دلوقتي ترند هو كتاب اسمه هانسون ماشين ليرنينج وستيج فلو. الكتاب ده قوي جدا. عايزين اصلا نتكلم عن الكتاب ده في بوينت من ماشي هنتكلم وهقول لك فيه تفاصيل لذيذه جدا يعني هتحبها. بدات ان انا اشوف ان الكتاب ده ترند والناس كلها بتتكلم عليه، وناس حرفيا قالت لك انا ذاكرت الكتاب ده اشتغلت مش في شركه ستارت اب امازون ومايكروسوفت طيب عايز اسالك سؤال مهم جدا. ليه بحس من كلامك ان انت مثلا بتحاول تدور على احسن يعني مثلا مش اللي هو خدت ده فتمام وامشي واشوفه بعد كده اوبتمايز، ليه دايما بتدور على احسن حل احسن حاجه؟ ليه تروح للكاتب؟ يعني انا دي بصراحه اول مره حد اسمعها، اروح لحد كتب كتاب اساله على حاجه. فقول لي ليه كده، او ليه شايف الموضوع مثلا بالبوينت دي؟ طيب انت يعني هو اجابه السؤال ممكن استشفافها من اللي انا اتكلمت فيه، ان الشخص لما يكون باشونيتد انف يعني شغوف كفايه ما يبقاش شايف ليميتيشن لاي حاجه. بمعنى ايه؟ زي ما قلت لك الريكورد بتاعي ان انا عملت كورس في 3 شهور خليته في اسبوع، انا ما طلعتش ب 100% من الاستفاده، طلعت ب 70 مثلا او 60، وده كان ممتاز. وان انا سلمته وخدت الشهاده ده بالنسبه لي كان جامد جدا.
فالواحد لما يكون اللي هو ايه شغوف جدا ما بيبقاش عنده بقى ليميت وفي ان انا هروح اكلم اصلا ما يردش عادي جدا. ما انا كلمت الناس فعلا كتير ما بتردش، صح. بس في منهم اللي رد. فكره ان انا اللي بختار احسن حاجه موجوده، ان الواحد في اي حاجه في الحياه عموما لو يقدر يوصل لاقصى حاجه ليه ما يوصلهاش؟ بالظبط. يعني ليه ترضى لنفسك بانك تبقى ليه صغير؟ ليه تبقى قليل؟ ليه تبقى حتى انا اصلا رحله وان انا عايز اوصل لمكان انا مبسوط فيه ومتعلم حاجه معينه وشغال في حاجه انا مبسوط بيها وقادر ان انا بقول ان هي بتاد فاليو للناس وكده، ان انا عايز ايه؟ ان عايز احسن لنفسي. انت ليه ما تبقاش عايز احسن لنفسك؟ صح. فاهم؟ يعني الاب والام دايما بيقول لك هم دول الموديل بتاع ان هم هيحبوا لك الخير اكتر من انت بتحبه لنفسك. صح. فليه انت ما تبقاش يعني جاي على نفسك او بتحب لنفسك ايه يعني الخير او الاقصى حاجه من المايند سيت دي حلوه جدا. المايند سيت دي يا ريت الكل اصلا يكون يعني فاهم بالظبط بنفس البوينت دي. طيب خلينا بقى نيجي نتكلم بقى مثلا في الشغل. اول شغلانه ليك كانت امتى؟ حلو جدا، ماشي. هو ان شاء الله ده يكون نفس التايم لاين بتاعنا اللي احنا ماشيين فيه وانت دايما نكسر عليا. اللي هو انا بعد ما كنت في الكلام فتره 2021 دي كنت بدات ان انا بقى ايه اذاكر الكتاب ده. مش عارف انت عايز تتكلم في الكتاب ده دلوقتي ولا لا، بس خليني اقول لك يعني بوينت تاني. ان انا كنت ذاكرت فيلد، كنت من الناس اللي كانوا شغالين معايا. انا عملنا جروب كده وذاكرنا في الكتاب ده وكنا بندسكاس كل اسبوع شابتر وكنا بنمبلمنت مع بعض ونشوف المشاريع بتاع بعض. كان من الناس دول واحده بي اتش دي في استراليا وكانت شغاله اصلا في البروجكت بتاعها في البي اتش دي في حاجه في التايم سيريز والحاجات شبه كده. دي مصريه؟ كانت سعوديه. كانت تيم من مصر ومن السعوديه. فقمت ايه فكانت طبعا ايه يعني حصل في بينا لينك لظريف يعني في الشغل وكده. وقالت لي طيب انا محتاجه شغل معين كده في التايم سيريز، فبدات اخش معاها في الحته ديت فعلا. بس دي طبعا النولج اللي احنا شفناها مع بعض في الامبلمنتيشن بقى بتاعه الكتاب والكلام ده كله. فانا اتعلمت التايم سيريز بصدفه ان انا دخلت في بروجكت اوريدي بيتطبق في جامعه في استراليا مشهوره جدا وحد اوريدي جوه بيطبقه مشروع بحثي فاليد. فتعلمت التراك بتاع التايم سيريز ده في وقت قصير جدا. فكنت رايح كايرو اس تي مع ناس صحابي من جامعه حاسبات، يعني كنت عارف الليدر بقى بتاع مافكس وحاجات شبه كده محمود سعفان، يعني ربنا يجزيه خير. كنت رايح معاه حتى ما كانش في وقتها مكان وهو ممكن قعدني مكانه وحاجه كده اللي هو انا يعني بقدره جدا ليها. فالمهم رحت فعلا وكان المفروض طبعا ان هو في باص رايح وهيرجع. فانا رحت ما رجعتش. اللي هو انا رحت معاهم وانا بستكشف بقى كايرو اس تي وبتاع. لقيت في هاكاثون معمول شركه اسمها سنابس اناليتكس، هي موجوده دلوقتي موجوده في مصر اوريدي، وكان سبورت ليها بنك الزراعي المصري او حاجه كده. كانوا عاملين اي هاكاثون فيما يخص التايم سيريز. كانت المشكله بتاعتهم تايم سيريز. فانا اللي هو من باب الفضول ليه لا يعني واي نوت ان انت تشارك. صح. فكنت معدي كده فايه ده بيحصل ايه؟ طب كذا ده الركن بتاع الهاكاثون، طب يلا بينا انا عايز اجوين. طب املى الفورم، طب اعمل كذا كذا، طب انا معاك اهوت يلا. الكومبيتيشن هتكون بكره 6 ساعات. لو عايز تيجي هنا يبقى معاك لاب تمام، لو انت معاك اللابتوب بتاعك هيعيش حياتك. الهاكاثون مدته 6 ساعات. في الداتا هنبعتها لكم كذا كذا وبعدين هتعملوا بيتشنج وبعد البيتشنج هناخد الايه يعني التوب 3 وهنديهم جوائز كذا كذا. قلت لهم طيب انا كنت لوحدي عايز حد معايا، يعني المفروض في ناس كتيره جدا هتعدي تقول يلا انا عايز اخش، غير الناس اللي اوريدي مثلا عارفه ان في هاكاثون اليوم ده كده جايين مع بعض. بالظبط. فقدرا يعني السي او بتاع سنابس اناليتكس ده اللي هو كان عامل البروجرام وقتها هم كانوا مسؤولين عن الحته دي كلمني وقلت له ما فيش حد، انا عايز حد معايا، انا مش عايز اخش كومبيت برضو لوحدي اللي هو انت هتموت نفسك في الاخر تلاقي نفسك وصلت ل 30% من التيم اللي بالظبط حتى لو انت تنين. انا كنت وقتها لسه. فقال لي طب بص انت قدها جدا ما فيش حد وخليها انت قدها جامد جدا. جميل على راسي بس انا مش ايوه بس فقلت ليه لا. شفت اللي لا بتاعت الاسبوع بتاعت اللي لا يعني كنت رحت سبت بقى الشباب بتوع اللي كانوا جايين كايرو اس تي هم روحوا وانا رحت بقى عند صديق ليا في القاهره في السكن وقعدت معاه. حلو. اشتغلت على البروجكت دوت بعتوا لنا الداتا اشتغلنا عليها 6 7 8 ساعات كده. انا بصراحه الريزولت اللي انا وصلت لها ما كنتش راضي عنها خالص يعني. كان في مشاكل في الداتا حليتها، كان في مش عارف ايه عملته، طب كذا كذا، طب وقعدت ما نمتش بالليل وقعدت اشتغل ومش عارف ايه وسلمت ونمت وقلت مش عايز اروح البيتش ديك. انا ما عملتش حاجه يعني. انا مش هعرف انا ولا حاجه يا جدعان. ايه يعني انا فعلا مستحقر اللي انا عملته. فقلت طيب خليني، هو فعلا ما كانش حاجه يعني. مش كمان شويه هنقول والله انا كنت طلعت الاول لا ولا حاجه، بس هنقول بقى فكره السعي. الحته دي. ايوه انا مستني الاول. انا مستني انك طلعت الاول. اقول لك ايه الفكره. سبحان الله السعي هو ايه
اللي بيوصل يعني بعد فتره ده. فانا قلت خلاص انا مش هروح. انا نمت بنيه ان انا مش هروح، يعني رحنا كلنا بعدها او حاجه كده ورجعنا الشقه السكن دي نمنا، وانا مش عايز اروح. كان البيتش دي كانت الساعه 10 ونص 10، قمت ايه نايم وصباح الفل قوي انا يعني. مم. صحينا الساعه 10، صاحبي قال لي يا عم روح، انت عملت اللي عليك، انت جبت اخرك، مم. بص روح اعمل يعني جيت البوين، يعني خليها ضمن وبعد كده الريزولت دي مش بتاعتك يعني، مم. فاهم. والله شجعني، فقلت قشطه يلا بينا. ركبنا اوبر وبسرعه رحنا ودخلنا. وفعلا طلعت البيتش ديك. اكتشفت وقتها ان كان في واحد تاني لوحده كان بيكمبيت لوحده، حلو. وكان في شباب 4 5 مثلا. 3 منهم شغالين في شركات كبيره يعني سينيورز مثلا، مم. واثنين واحد طالب واحد مش عارف ايه. كان ده تيم تمام. وفي تيمات تانية 4 5 اشخاص، وفي تيم تاني 6، وفي تيم 3. اللي هو انت لما جيت تقدم فعلا اللي انا كنت خايف منه حصل، اللي هو ايه ما عملتش حاجه. اه فطلعت بيتش، عملت البيتش ديك، انا وصلت كذا كذا كذا، طب سالوني كذا، طب تمام تمام شكرا جدا ليكم، السلام عليكم، نزلت مشيت. حلو. ولا خدت مركز ولا اي حاجه، عشان بقى ده اللي هي اه اللطيفه دي ما حصلتش. ولكن ايه اللي حصل بقى؟ ان حد شغال في التراك بتاع التكنولوجيا عموما، صديق ليا يعني، كان خريج حاسبات وكان دفعه قبلي يعني، ولكن هو كان ايه كان شغال في شركه وكانوا عايزين يهايروا انترنز في الحته بتاعه الكلاود سكيورتي ومش عارف ايه والحته دي. فقال لي طب انت شغال في المجال ده؟ قلت له اه انا عندي باك جراوند كويسه جدا في السكيورتي وعملت كذا كذا، وبرضه شغال في الحته بتاعه الاي اي وبعمل فيها 1 2 3 من باب العرض ليس اكثر يعني. فقال لي طيب خليك خش مع المدير انترفيو، خش معاه والدنيا تمام تيجي معانا انترفيو. مم. قلت له تمام. دخلت فعلا الانترفيو. كان وقتها بقى بدأ يجي عليا الطلب الملح بتاع انك عايز تبدا شغل. مم. ان انت ليه؟ مش عشان ان انت مطالب بفلوس برضه، ولكن انت بقالك فتره بتهرس في حته، بتدوس في حته، ووصلت للكاتش بوينت اوف ان انت عايز بقى الحته دي، خلاص عارف انت رايح فين وبتحط بلان لنفسك والكلام ده. عايز تبدا تستارت الكارير باي طريقه، وديت نقطه مهمه جدا بقى. ايا كان لازم تستارت، لازم تنزل السوق وتشوف الارض بتتحرك في حاجه كده. حتى لو في اي فرصه انت مثلا نزلت انترن بالظبط والانترن دي يعني. كانت بيد، كانت بيت كنت بتاخد بس فلوس رقم ولا ولا يذكر، حاجه، يعني اللي مثلا هو ممكن مواصلات مصاريفك مثلا. بالظبط، مصاريف مواصلات. مم. فنزلت طيب دخلت مع الميتنج، احنا بنعمل كذا كذا واحنا شركه في السعوديه بنعمل كذا ولينا مقر هنا في التجمع، طب يلا يلا بينا ماشي يلا انزل انزل. نزلنا في اول 12 2021. ستارت الكارير يعني ستارت الكارير بتاعتي في السكيورتي. ودي غريبه يعني، ان مم. انت مثلا واحد بقى له يدرس اي اي وداتا ساينس من مده مم. سنتين ثلاثه ومش عارف هو عنده باك جراوند كويسه، مم. ايه البدايه دي يعني؟ ايوه ليه؟ ممكن اي حد لو بادئ انترن عادي كان ممكن ياخدها شويه تريننج معلومات، ويركن بس نفسه. انت اصلا عارف عارف انا عايز حته فين. معينه. اه ايوه انا عارف انا عايز ايه وماشي ايوه. في اتجاه، وحتى لو خدت دي خطوه للي انا عايزه بعد مم. كده. بعد كده مش شرط كمان اسبوعين، بعد كده من سنتين ثلاثه اربعه. ففعلا خدت الانترن. كنت راجل ملتزم جدا الحمد لله، بحضر في ميعادي وامشي في ميعادي. وبعد ما خلصت ولسه لحد دلوقتي خلي بالك. اه الحمد لله يعني. لا دي حاجه انا فقدتها في الطريق تقريبا. ولكن قدرا بعد ما خلصت 3 شهور جه قرار جوايا ان انا مش هكمل في الشركه. بعد 3 شهور. حتى لو هم عرضوا عليا. كنت بعدها يعني في الاخر 3 شهور ديت كنا بنسيرتيف او بنعمل سيرتيفيكت يعني معينه. الشركه مطالبه بان هي تاخد شويه سيرتيفيكتس عشان تكون الموظفين بتوعها يكونوا ماتشد لريكويرمنتس معينه مايكروسوفت المطالبه الشركات بتاعتها، لان دي كانت بارتنر لمايكروسوفت. مم. فانا كنت سيرتيفايد، وانا كنت ممكن اول واحد سيرتيفايد في الحته دي بتاعت الكلاود سكيورتي، سكيورتي انجينير في اجر اللي هو مايكروسوفت. فقلنا فاخدت سيرتيفيكت، وده طبعا ايه اداني ايه يعني كده ايه بونص عالي جدا ان انا ايه اشتغل فعلا في الشركه. فهم قالوا لي طيب احنا عايزينك تكمل معانا. قلت لهم يا جماعه انا لسه ما اتخرجتش والدنيا لسه أنا اصلا الكليه، هقول لك بقى قصه الكليه لو دخلنا ايوه ايوه. فيها، بس انا لسه ما خلصتش الجامعه وكده. فقالوا لي لا تمام تعالى بس واحنا هنهندل الدنيا ونعرف ان بس البوينت دي بطريقه او باخرى يعني. فكانوا عايزيني، فانا ما كانش فيه فرصه ثانيه اخش فيها، فقلت يلا بينا واي نوت. وخليني وانا جوه اعرف برضو الاي اي والماشين ليرنينج والداتا ساينس جوه الفيلد بتاع الكلاود ده كان ايه عامل ازاي. يعني انت اول ما ستارت الكارير بتاعك في الكلاود بتستكشف في الانفايرمنت بتشتغل ازاي، وبعدين كده في اي اي كومبوننتس بقى شغاله معينه بطريقه معينه، وفي السكيورتي بيسكيوروا عليها ازاي والكلام ده كله. فقلت طيب خليني اول جوين، واشتغلت فعلا معاهم سنه و9 شهور او سنه ونص بالظبط بعد ال3 شهور اللي هم الانترن. وانا ماشي بقى شغال معاهم. مش عايز بقى اكمل كتير قوي، بس قول لي لو انت عايز اقول الشغل من بدايه، ده بدايه الكارير اهو. حلو. عايزني اكمل لحد فين؟
عايز المراحل اللي مريت بيها بقى، يعني ماشي. الاول انت كنت ماشي اتعلمت وفهمت، بعد كده رحت بالظبط. شركه تاني، رحت فين بقى تاني بعد كده؟ حلو. انا بقى وانا كنت شغال معاهم في اوريدي في السكيورتي وكده، كنت بتعرض بقى لحاجات في اي وماشين ليرنينج. هو كان بي ان احنا ندخلها في الديفندر بتاعنا في مايكروسوفت. انا كنت بابلاي مثلا ان انا بسكيور اللابتوب او الاند بوينتس بتاعت الشركه، فانا كنت بابلاي او اقدر كنترول عليها بطريقه معينه. طب ازاي ان احنا ندخل ديتكشن باور باي الماشين ليرنينج اللي مم. هم ايه الحاجات اللي انا كنت ذاكرتها في الكتب بقى من ايوه ايوه سنتين ايوه. مثلا. كانت في حاجات بتريليت مع اللي انا اوريدي عايزه واللي انا اوريدي عارفه وعايز اشتغل فيه. فدي كانت بتصبرني شويه على مده الايه الشغل اللي انا بشتغل فيها بعيد عن سن الاي اي. فقلت طيب خليني اجو اهيد، ولكن قدمت وقتها في انترن اي اي في امريكا، في شركه في امريكا كانت اي ثينك كانت ستارت اب، وكان عندهم بروجكتس معينه كده وكانوا بيشتغلوا فريم وركس معينه، وكانوا عايزين حد في الحته بتاعه الاي اي انجينيرنج. فقدمت معاهم وفعلا دخلت. قلت لهم مم. والله انا ظروف شغلي 1 2 3 وانا برجع من الشغل كذا، طب لو تمام معاكم تمام ماشي. قال لي كده كده في اختلاف في التايم زون، فاحنا ممكن نخش ميتنج مع بعض الساعه 2 بالليل. مم. فانا كنت اللي هو ممكن اروح على الشغل انام ساعتين مثلا اه واصحى الاقي نفسي واصحى في في نص شغل يوم تاني، الشغل، اه في في شغل نص تاني. الشغل التاني. ف فقلت ليه لا وخليني ندون اللي انا عايزه. ف فاستفدت جدا من الانترن دي، قعدت بتاع فتره 3 4 شهور. ووقتها كنا شغالين على فريم وركس معينه كده، وكانت الفريم وركس ديت كان المطورين بتوعها كانوا من الهند ومن كذا دوله ثانيه. اكتر حاجه كانت بتريليت معايا جدا كان هي طبعا رايحه اكتر في حته الماشين ليرنينج اوبس او الاوبريشنز. الام ال اوبس. ام ال اوبس. فقمت كنت انا بكونتاكت دايركت مع الناس بتوع الفريم وركس دي، يعني كان الديفلوبرز بتوع الفريم وركس دي كنت انا ايه اللي بكلمهم دايركت في مشاكل بتقابلني ومش عارف ايه واحنا شغالين في كذا. ف... فاستفدت جدا بقى من الكوميونيكيشنز اللي حصلت بيني وبين ناس بتديفلوب الفريم وركس اصلا، مش حد شغال فيها سبورت ايوه. والكلام ده، لا كانوا ديفلوبرز. فكانت نوعا ما جمعت لي صوره كويسه عن الانفايرمنت بتاعت الشغل عموما من بره عامله ازاي. مم. تمام. وانا ستيل لسه ايه شغال في الشركه، حتى انا ما عملتش بروجرس قوي جدا في الشركه دي، ولكن بسبب ان انا كنت شغال اوريدي فول تايم، ولكن استكشفت المساحه دي. فبعد ما خلصت الشركه دي بالمناسبه الشركه دي اتعرضت علي ان انا اسافر السعوديه على اوفر معين، قلت لهم لا والله. كنت وقتها حسبتها كده زي ما بيقولوا استخرت بتاع، لقيتها هتلمت جدا. مم. يوسف والفيجن بتاعته هتروح اه. تحطك في بوكس معين كده، انت مش هتعرف تتحرك بره. وقلت طيب خلاص. بعد ما فتره كده هم كانوا بيصفوا شغلهم هنا وكانوا كل شغلهم بيتنقل للسعوديه، فقلت لهم خلاص كده ثانك يو سو ماتش جو بقى. السلام عليكم. السلام عليكم. فمشيت فعلا من الشركه دي وقعدت بتاع فتره شهرين ثلاثه كده. بجمع نفسي بقى برتب ورقي تاني، يعني عارف انت اللي هو ايه مش مم. مش بس اللي هو ايه عايز بسرعه الحق شغلي فاهم. تاني، لا كنت برتب ورقي. طب هل يوسف مثلا جمع بقى فلوس ومش عارف ايه وحوش؟ لا، كنت اغلب تحويشي والكلام ده كنت بصرفه على الجامعه بقى، مم. اللي هي كنت بدات ان انا عايز. جات لي فكره اللي هو ايه ليه ما ناخدش بقى البيزك بتاع الكمبيوتر ساينس بتاع الناس بتوع هارفارد والجامعات الامريكيه، مم. ونعرف الناس دول اصلا بيفكروا ازاي وخد درسوا البيزك عامل ازاي ومش عارف ايه. مم. وكانت فرصه في جامعه اوريدي فاتحه الكلام ده، كانت اونلاين، ما كانتش بتقول لك احضر ولا الكلام ده، ولكن طبعا كانت بقى محتاجه ليفل معين في الانجليش. الحمد لله دخلت الباس بتاعهم او الاكزام بتاعهم وعديته. مم. وريكويرمنتس تانيه معينه الحمد لله ماتشد معاها ودخلت بدات معاها. درست بقى البيزكس بتاع الكمبيوتر ساينس العادي جدا، الجافا بقى والاوبجكت اورينتد والحاجات اللذيذه دي، ولكن بكونتنت بقى بماتيريال نظيفه. مم. عارف انت اللي هو ايه الماتيريال اه ما متعوب نتكلف عليه. عليها، مش ماتيريال من التسعينات ايوه. والثمانينات. فبرضه جمعت صوره عندي. انت ما عارف انت ما فاتكش حاجه بقى. انت دلوقتي بقى معاك الكور اوف النولج بيز بتاع انت عايز ايه، والماتيريال اللي الناس بتشتغل بيها في سيليكون فالي عادي جدا، واللي بتدرس في هارفارد وفي في جامعات كبيره جدا. وكانت الجامعه دي اصلا واخده الماتيريال بتاعتها من جامعات تانية مم. اوريدي، يعني متجمعه كده. فكانت اصلا الماتيريال بتاعتها باورفل جدا، والدكاتره بتوعنا تلاقي باك جراوند بتاعتهم في هارفارد. مم. ف... فكانت اكسبيرينس لطيفه جدا في ان انت تدرس بقى وتبقى كل كلامك بقى. وكانت الجامعه طبعا عندها تسليمات اسبوعيه، يعني انت تسليمات اسبوعيه يعني انت كل اسبوع محتاج تتسلم حاجه، اه مش تاسكات فاينل. يعني. مش فاينل، يعني انت من فكره الفاينل دي بتموت عندك انك ممكن تذاكر تقعد شهر تنام، اه مفيش انت نام. كل اسبوع فاينل. فبالنسبه لك كل اسبوع فاينل. ايوه ايوه. ليه؟ انت لو نمت اسبوعين هتصحى خلاص. تلاقي نص درجتك وقعت ايوه صح. منك، فصباح الفل يعني. بس كانت اكسبيرينس لطيفه جدا، والحمد لله قدرت ان انا اخلص الجامعه ديت على طول. وجات لي بقى حته ان انا ايه عايز اخش في حته معينه اللي هو اقدم في ماستر. وقدمت فعلا في ماستر. هنرجع تاني لتراك الشغل بس عشان نكفر الحته دي سريعا. عايز بقى اقدم في ماستر في الحته بتاعت الاي اي والسايبر سكيورتي مع بعض. مم. طب شفت ايه من الجامعات الموجوده هنا ومن اللي سكولرشيبز الموجوده في مصر وبره. لقيت السكولرشيب بتاع يونيكاف ديت معموله طبعا لافريقيا.
وعندها جامعات بقى زي ليفربول وايست اوف لندن وجامعات كبيره. قدمت فعلا في ايست اوف لندن، وقدمت في التراك بتاع السكيورتي، وكنت بقول لهم انا بابلاي الاي اي مع السايبر سكيورتي، وده الريكوردز بتاعتي والكارير. وطبعا بتقدم له سي في، بتقدم لهم ريكومنديشن ليترز من الجامعه بتاعتك، ودكاتره درسوا لك وعرفوا انت شاطر ولا لا، بتلتزم ولا لا، والحاجات اللي شبه كده. قدمت لهم ريكومنديشن ليترز، وقدمت لهم السي في بتاعتي، وقدمت لهم كل حاجه، يعني يوسف ده ينفع ولا لا. صح. وكانت دي بقى، عارف انت، من المراحل اللي هو انت بتيجي برضو، عارف انت لما بتبقى ماشي في طريق عايز تبدا تبص فوق وتشوف انت ماشي صح ولا غلط. فكانت دي من الريكوردز دي، ان انت لو اكسبتد في البروجرام ده فانت كنت ماشي صح في الفتره اللي فاتت، زي الناس اللي كانوا كلمتهم برضو من سنتين ثلاثه في مجال الاي اي سايبر سكيورتي. ففعلا الحمد لله جات لي اوفر كويسه جدا، وقالوا لي يلا يا باشا ابدا الماستر بتاعتك في الكارير بتاع الاي اي سايبر سكيورتي مع بعض، واحنا الاوفر اللي هنقدمه لك كذا كذا. وطبعا الجامعه عندها بروجرام سنتين في الماستر وتفاصيلها كلها. قلت لهم تمام جدا، يلا بينا. عملت بوز للفتره بتاعه الماستر فتره كده عشان شغل وبتاع، ولكن ستيل هي هولد، يعني شغالين عليه. دي نقطه الدراسه عشان نبقى خلصناها. كارير الشغل بقى ما كانش ليميتد بقى لاي حاجه، يعني انا بدرس بس انا كده شغال. بمعنى انا اوريدي دخلت في شركه اسمها مؤسس، هي كانت موجوده هنا في مصر، هي برضه شغل في السعوديه ومصر، ماسكه مشاريع كبيره هناك زي مشاريع الغاز وحاجات حكوميه. كانت بتبدا ان هي تبدا تعمل تيم تحت الديبارتمنت معينه كده، بتديفلوب اي اي سوليوشنز ديفرنت تايب اوف بقى سيكتورز. عندهم طبعا تيمات في حتت معينه وديبارتمنت مختلفه، فكانوا عندهم نيدز معينه في الاي اي، فكانوا جايبين جسر اي اي ديت ان هم يقوموا عليها كل البروجكتس اللي هم عايزينها، بدل ما يروح يمضي مع عقد مع حد بره، لا هو هيجي يقوم ديبارتمنت كامله يشغل بيها الناس دي. وطبعا دخلت في اللاين اوف ان في اي هيد بقى فوقيك، وانت شغال بقى زي اي انجينير جونيور طبعا، ومعاك ناس في التيم بقى، وازاي الورك فلو بتاع الشغل نفسه بيشتغل او ماشي، وازاي بيجي لك ريكويرمنتس معينه، وازاي بتشتغل عليها، وازاي بتريسيرش، وازاي بتاد فاليو، وازاي بتلاقي حته معينه. فاهم؟ حلو جدا. فدي كانت ممكن البدايه الرسميه بتاعت يوسف فيما يخص الاي اي انجينير از رول اوف، ان هو عارف ان هو عنده نيد اوريدي ديماند لغايه في السايبر سكيورتي، ولكن الطريق الموصل لده ان هو يكون شاطر في حته الاي انجينير. صح. فكانت ديت الكاتش بوينت في 2023. حلو. والخطوه اللي بعدها؟ الخطوه اللي بعدها قلت طيب حلو جدا لذيذ. كان في بروجكت كده شغالين عليه من باب برضه الانوفيشنز، يعني الراجل الواحد بيحب ان هو يخش دايما في التشالنجز. البروجكت ده كان اسمه سيف مي. سيف مي ديت بروجكت بيحاول يسكيور سيستم انفورميشن باورد باي الاي اي، بمعنى ان هو بيخش على اي سكان دوكيمنت، سكان فوتوز، الكلام ده كله، يبدا ياسس يقرا الحاجه دي، والاسسمنت ده بيقول والله هي دي سنسيف ولا لا، ويشوف ايه السنسيتيفيتي اللي موجوده، هل الكريدت كارد نمبر موجوده، هل في اي دي نمبر، هل في كده. وبيز ان بيبدا ان هو يحط لاير معينه كده في السكيورتي. اوف ان هو بياد لاير على السكان دوكيمنت، يعني بيحط زي بيكسليشن ليفلز، او بيحط بلورينج، او بيحط ريديكيشن. فكان طبعا كانت الفكره لطيفه. قدمنا فيها هاكاثون 2022 او 2023، ما قبلتش. ستيل قعدنا نشتغل عليها شويه حلوين، قعدنا نبلورها بشكل احسن، ورحنا 2024 تاني في كان مؤتمر اسمه سي اي اس، كان بيحاول يجمع بين رؤيه الدوله عموما فيما يخص السايبر سكيورتي والانتليجنس، مجال الاستخبارات، ومجال الاي اي والبارد بتاعته اللي الناس كلها شايفاه. ودي رؤيه يعني يعتبر زي ما بيقولوا كده الدوله بتزق فيها، رئاسه الوزراء بتزق فيها، فكله بيبص في الاتجاه ده. وكان طبعا في فند كبير جدا بقى من جهات حكوميه زي وزاره الاتصالات بقى، اي جي سيرت، الجهات دي. فكان الهاكاثون ده اصلا طالع من رحم كل الجهات دي يعني. فقدمنا فعلا وخدنا الحمد لله مركز، كان المركز الرابع. وجات لنا فرصه ان احنا نسافر دبي في جايتكس جلوبال بتاع السنه اللي فاتت 2024 في شهر 10. طلعنا ازاي وكده ممكن نتكلم فيها بعدين، ولكن ببساطه شديده جدا انت بدات بقى بان انت تبقى فكره ان انت ممكن تتحول لستارت اب، مش بس ان انت تتحول لستارت اب، ده انت تروح تشوف كل الستارت ابس في العالم بتتكلم في انه اتجاه. يعني جلوبال جايتكس جلوبال بيعملوا في دبي، في جايتكس تاني افريقيا بتعمل في المغرب، اللي بيتصفى منه بقى كشركات وكده بتيجي جلوبال، وفي جايتكس اوروبا، وفي جايتكس اسيا، فدول كلهم بيصفصفوا في جلوبال. فانت كده كنت بتروح تشوف الايه كل العالم قدامك، كل بقى الستارت ابس، كل التكنولوجي، كل الترندز الموجوده في العالم حرفيا في مجالات الاي اي والسايبر سكيورتي وكده قدامك يا باشا. حلو. فدي كانت من الحاجات السبوتنج اوف، ان انت خرجت من انك بقى همك كله جاست انا موظف وبياخد مرتب وسكيور الحياه بتاعته ما يكونش فيها ريسك، وفي نفس الوقت
عادي جدا ماشي في لاين وفي انك ايه مم. شغال. يعني كنت وقتها شغال، قدمت ان انا عايز اخد اجازه عشان اسافر اسبوع جايتكس، قالوا لي تمام، طب مم. يلا مش هتوكل على الله. كان طبعا الشركه شايفه ان ده براندنج ليها جدا، مم. انت شغال في عندنا وبتعمل كذا وما شاء الله وكده، فده مم. بالنسبه لهم يعني حاجه جامده جدا. كانوا عايزين ان انا ايه اتكلم عن شغلي في الشركه دي في المؤتمر ده يعني. حلو. بس فالبروجكت طبعا ستيل لسه مكمل، بس لسه ممكن قدامه رؤيه اطول من حيث المده الزمنيه ان هو يلانش والكلام ده كله. فكان ده الكارير بتاعي وصولا بقى ل 2025 او بدايه 2025 بدات ان انا اجوين داتا سوليوشن في رؤيه بقى ان هي ايه ديفلوبينج بقى بلاتفورم بتيونيفايد في موضوع السوشيال ميديا وهاو كان بي ان انت تمانج الليدز بتاعت الكلاينتس مم. فيما يخص بقى ايه تبروفايد ليهم ايجنتس وسي ار ام والكلام ده كله. مم. وستيل يعني الحمد لله لسه معاهم. مم. حلو جدا. طيب عايز اسالك سؤال، لو انا مثلا عايز ابدا اتعلم الاي اي حلو جدا. في الوقت اللي انا فيه ده، يعني في 2025 مختلف تماما دلوقتي، التولز وكل الحاجات اللي موجوده مختلفه عن، جدا. اعمل ايه؟ اتعلم ايه؟ واللي عايز اتعلمه يعني اتعلم ازاي الاي اي والداتا ساينس عشان انزل اشتغل. حلو. اتعلم ايه عشان لما اتعلمه انزل اشتغل، ما اتعلموش حاجات ثيوريتيكال او حاجات عاديه وبعد كده اقول انا مش لاقي شغل. تمام جدا. طيب جواب السؤال ده انا هحاول اجاوبه بطريقه اللي هي ايه، مش هحاول اجاوب بالبرفكت انسر بقى اللي الناس كلها عارفاها ادرس 1 2 3 4 5 وبعدين تعالى انا هشغلك. لا، انا كان دايما اي نصيحتي لاي حد بيبدا التراك والحمد لله منهم كتير جدا اشتغل، اللي هو انت اعرف انت عايز تعمل ايه. يعني انت هل قصتك كلها فلوس؟ يعني عايز تبقى موظف ومعاك مرتب اكس في 2 في 3 في 10 بعد كده، ولا عايز تبقى راجل ليدز في الحته دي؟ يعني من البروجرامز اللي أنا كنت باخدها وانا في تراك ممكن نسيتها، ان انا كنت باخد بروجرامز اللي هو ايه بتبلور فكره انك تبقى ليدر، مش مم. فكره انك تبقى موظف. يعني مم. اخرج بقى بره فكره انك جاست انا ايه وركر، انك تبقى ليدنج الحته دي. حتى انا حاليا شغل ليا في البروجكت في السعوديه، انا بليد الاي اي تي في تحت جينيورز في مصر هنا، بشغلهم بطلع منهم شغل وبسلم في الاخر السي تي او الشغل بتاعي، فاهم؟ فدي كانت جزء مهم جدا، انت تعرف انت عايز ايه. عرفت انا عايز ايه، خلاص انا والله عندي 22 23 سنه بتخرج من كليه اكس، عايز اشتغل في الكارير ده خلال سنه. هقول لك انت كده خلاص عرفت انت عايز ايه، هقول لك انت ممكن تعمل ده ازاي بقى. مم. اولا ما تستعجلش، يعني اول نصيحه ما تستعجلش. بمعنى ايه؟ يعني لو درست، لو عملت عمليه الانيشيشن او في ان انت تتعلم وتفهم نولج بيس كويس، هتلاقي بعد كده الشغل سهل جدا، حلو. وهتلاقي تطورك سهل جدا، حلو. وهتلاقي دخولك لشركه والثانيه والثالثه ويوم ما يكلموك وتقول لهم لا مش مناسب معايا سهل جدا. مم. عشان الفرص موجوده دي، ممكن نقطه ايه نتكلم فيها، ان الفرص مليانه وبل وجاي كتير اكتر من الموجود دلوقتي. مم. تمام. فاول نقطه ما تستعجلش. تاني نقطه اسس نفسك صح. اسس نفسك صح يعني ايه؟ شوف المجال محتاج ايه. انت دلوقتي عايز تبقى داتا ساينتست، ولا عايز تبقى داتا اناليست، ولا عايز تبقى بزنس انتليجنس، ولا عايز تبقى اي انجينير، ولا عايز تبقى كمبيوتر فيجن انجينير؟ كل دي رولز. حلو. لما بنتكلم في تراكس غير لما بنتكلم في رولز. حلو. يعني لما بنتكلم في تراك الاي اي تراك كبير جدا، مم. لما بنتكلم في تراك الداتا اكبر. صح. طب لما بنتكلم في رول، لا الرول ديت محتاج معاك بيزك وشويه بروجكت في حته معينه، مم. وفاليديت ان انت ده ومعاك شويه اكسبيرينس في الحته دي، جو اهدي يا باشا الرول دي حلو. تخصنا، او الشركه هتقول لك تعالى انا عايزك في الحته دي. مم. تمام. فدي تاني نقطه. تالت نقطه ادرس بيزكس كويس، اسس نفسك صح، بعد كده قول انا عايز اشتغل في نولج او في دومين معين. حلو. لو عرفت تعمل ده، يعني دي كانت دايما النقطه اللي انا كنت شايفها من بدري قوي، اللي هو لما انا خصصت نفسي في السايبر سكيورتي عايز اشتغل في الحته دي، سهل عليا طرق كتيره. سهل عليا ان انا ممكن يجي لي شغل في الفاينانس اقول لا مش هشتغل، مم. جالي في مش هشتغل، مم. مش عشان هو وحش، بس عشان عشان مش ده اللي انا عايزه. بالظبط. ممكن يبقى في اوفرز ثانيه انسب لي عادي جدا. تمام. فاعرف الدومين اللي انت هتحب تشتغل فيه وابدا خلي تركيزك كله عليه. حلو. شوف الايفنتس بتاعته، شوف الشركات في مصر وفي مينا ريجن وفي العالم كله بتتحرك في انه اتجاه فيه، وابدا اعمل بقى لينكدين محترم، ابدا اعمل سي في محترم. السي في دون ما يبقاش اللي هو ستاندرد الناس بتعمله. خلي السي في بتاعك جاست ان انتروداكشن عنك، انا يوسف، انا راجل بحاول بعمل حاجه معينه في تراك معين، وفي ريكوردز اوف بتفاليديت ده. ما يبقاش السي في انا درست واشتغلت ومعايا كورس سلام. لا، حاول تخلي السي في. وعلى فكره السي في بتاعي انا الحمد لله الاوبتمايزيشن بتاعته كبروسيس مش كتير، ولكن هو فاليديت وعدى من شركات كبيره جدا على مستوى العالم. وكنت وده حاجه اثبتت لي ان السي في ما فيهوش مشكله. ايه السي في بتاعي؟ هو بيقول يوسف بيفكر في انه اتجاه، رايح في انه اتجاه وحابب يشتغل ايه. فكانت الشركه تكلمني والله انت كذا 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 تمام، بس انت مش مناسب معانا عشان انت الحته دي انت اللي مهتم بيها، فهتيجي مش هتبقى مهتم بالحته. فانا واضح، فانا ما عنديش مشكله معاهم وهم واضحين.
وفي شركه ثانيه تقول لي والله تمام انت هتشتغل معانا بس للاسف انت في مصر، احنا كنا عايزينك في اوروبا. واحده شركه ثانيه تقول لك والله انا كنا عايزك في افريقيا، فاهم كده. طب وفي شركه تقول لي انا عايزك في السعوديه، لا مش هسافر للاسف، فاهم كده يعني. فتبقى واضح مع نفسك، تبقى واضح السي في بتاعك، يبقى واضح، ما يبقاش اللي هو الستاندرد بقى البروفيشنال اللي عدى كل الايه التستد والكلام ده جميل، لا تبقى واضح، عارف انت عايز تشتغل في انهي دومين، اشتغل في بروجكتس فيه، اشتغل في اقرب حاجه للريل وورلد سيناريوز. يعني كل التنسيقات الداتا بقى واللي موجوده على كاجل والكلام ده لطيفه حلوه، بناخدها في التريننج، ناخدها ونشتغل عليها ونطلع ريزلت ونسلم وشكرا. لكن حاول تشوف الداتا ريل. بمعنى ايه؟ انا مثلا والله حبيت مجال الفاينانس مثلا وعايز اعمل في بروجكت في مجال الاي اي او الداتا ساينس، فما اروحش ادور على الداتا في كاجل بقى، يعني اشوف بقى مثلا ايه جهه مثلا مسؤوله عن حاجه في مصر السعوديه مش عارف ايه، او جامعه معينه بتطلع داتا من الريل وورلد سيناريوز، يعني فيها مشاكل، في ميسنج وفي لخبطه وفي انستراكشر داتا وفي قصه. ودي اللي انت بتاخدها تقوم عامل عليها بقى كل الشغل بتاعك، تعمل عليها بروجكت، تعمل عليها بوست مثلا على لينكد ان، تقول والله انا اكتشفت كذا 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 واشتغلت كذا وكذا كذا ووصلت للريزلت 1 2 3. اللي هيشوف ده، يعني انا لو راجل بهاير وده بروسس بتعدي علينا، بما اننا لو وصلت لحته السينيور او كده هتلاقي نفسك بتهاير ناس، صح. فلو انا شفت ده انا عايزك، مش انت حلو ولا وحش، لا انا عايزك، انا محتاج الشخص اللي بيفكر بالطريقه دي، الراجل اللي هو بيمشي لوحده، مش اللي هو مستنيك تزقه عشان يمشي، مستنيك تقول له الجول ده هوت عشان تروح تجري عليه، فاهمني؟ بس في مجال الاي اي دلوقتي والداتا ساينس عموما محتاج حد بيكون بيتحرك، مش مستني حد يحرك. عايز اسالك سؤال مهم جدا برضو، او برضو هو يعني ريليتد بالبوينت اللي فاتت، اتعلم ايه تكنيكال؟ يعني السوق دلوقتي هل مثلا كفايه ان انا اروح اتعلم والله ماشين ليرنينج واتعلم لينير ريجريشن ومش عارف ايه والكلام ده كله؟ احنا بنسمع حاجه زي راج، حاجه زي لارج لانجوج موديل، حاجه اسمها ديب سيك يقول لك معموله على شات جي بي تي. طب يا جدعان انا مش ملاحق، ما انا برضو واحد، انا طالب، انا مش عارف الم كل ده، كل يوم حاجه جديده. فاتعلم ايه، او الشغل نفسه في الواقع في ارض العمل ايه اللي اتعلمه عشان النقطه اللي اتكلمت فيها السي في، لما انت تلاقي شخص بيقول 1 2 3 4 5 ده اللي انت عايزه، اتعلم ايه بقى بالظبط في الحته دي؟ طيب حلو جدا. طيب عايز بس امنشن بوينت مهمه جدا، هي الكونسيرن اللي عندك ده عند الناس كلها. الناس مش ملاحقه، وده مش حاجه شخصيه، يعني مش احساس شخصي، ده الشركات نفسها مش ملاحقه. صح. يعني انت لو دخلت شركه هتلاقي عندهم كل يوم كونسيرن ان هم مش ملاحقين على الديماند اللي مطلوب والنيد اللي محتاجين يحققوه والجول اللي محطوطه والفتره الزمنيه، فاهم؟ فاول حاجه اطمن للاحساس ده، دي اول نقطه. تاني حاجه تدرس ايه تكنيكال، زي ما قلنا لو انت عارف انت عايز تعمل ايه وعايز تحط له بقى باث اوف تايم لاين مثلا سنه سنتين 6 شهور ايا كان، عرفت انت عايز تعمل ايه، شوف بقى اللي هيأهلك لده. يعني شفت انا قلت لك في اي بي ام داتا ساينس كانت احسن حاجه موجوده اصلا وقتها، بعد كده شفت ان الماشين ليرنينج الهانسون بتاع الماشين ليرنينج ده كان احسن حاجه. طب ايه افضل طريقه اذاكر بيها الكتاب ده؟ كنا احنا نعمل جروب، فانت ايا كانت النقطه اللي انت فيها شوف ايه افضل اختيار ممكن تعمله. كان ممكن يبقى افضل اختيار ان انت تقعد تعمل سي في قوي جدا وتعمل لينكدين قوي جدا وتقعد تقدم في الانترنز اللي فاتحه دلوقتي، دي ممكن تبقى افضل حاجه. ولما تنزل هتاخد الخبره. تمام. طيب تدرس ايه تك؟ انت دلوقتي شوف انت الباك جراوند بتاعك فين. يعني النصيحه مش عامه، بمعنى انا والله راجل خريج كمبيوتر ساينس، خريج مثلا كليه علوم عموما بس قسم تاني، خريج مثلا والله هندسه قسم حاسب، كل دول مختلفين. بمعنى اغلب الناس دول لو هم اوريدي في الحته دي فهم اغلبهم معاهم ماثيماتكس كويسه، صح، فقشطه، معاهم بروجرامنج وان كانت شويه ضعيفه بس ستيل موجود، معاهم شويه اللوجيك اوف الاندرستاندينج وان هم فاهم يعني ايه لوجيك اصلا. طيب لو واحد جاي من تجاره هو يا دوب معاه شويه الكالكوليشنز بتاعته والحاجات دي، مش معاه قوي بايثون ولا معاه شويه، مش معاه برمجه ولا الكلام ده، فاعرف انت واقف في انهي نقطه ويعرف على الاساس ده انا محتاج ايه عشان اخش التراك. فقلنا خلاص هتاخد والله تراكه في ان انت تدرس مثلا حاجه شبه الداتا اناليسيس او الاي اي. خلاص انا التراك الاي اي ده نقطه معينه الناس كلها دلوقتي في موجود عند النقطه دي، ان هم بيابلايوا اي اي ايجنتس واي ال امز وعايزين يفاين تيونينج وفاين تيونينج هاو كان بي فاين تيونينج وهاو كان بي ان انا اعمل نفس الكلام ده بنفس الميثودولوجي بتاعت ان انت تابلاي في سيكتور معين او في دومين معين عشان لما تخش شركه تقول لهم انا اشتغلت في الهيلث كير وانتوا شغالين في الهيلث كير، يلا بينا ليه ما نشتغلش مع بعض. تمام. فدي نقطه. تمام. فحط خطوات لنفسك وحط بلان ويجيب وموت نفسك عشان تحققها. تمام. التيك بقى اللي انت هتحتاجه في الطريق ستارتنج باي ان انت يبقى معاك البايثون كويس، يعني بايثون دي اهم حاجه. ستارتنج بان انت هاوي كان بروجرام، ما تقوليش جي بي تي بروجرام، ما تقوليش في ايجنتس بالبروجرام، لو انت مش فاهم مش هتعرف تصلح، مش هتعرف تعالج، مش هتعرف تحل، وهتقعد تدي الجي بي تي هيقعد ممكن يكرر لك نفس الخطا وانت مش واخد بالك. تمام. فانت لازم تبقى فاهم ليه، لان الاي اي ايجنتس دلوقتي وكمان 5 سنين البني ادم هو اللي بيليد،
ممكن بعد 2030 ممكن يبقى هو الوضع يختلف. مم. بس بقول لك دلوقتي لازم البني ادم هو اللي يليد، لازم البني ادم هو اللي يليد الكودينج، لازم البني ادم هو اللي يليد عمليه الترابل شوتنج والكلام ده كله، لازم يليد هو التسليمات. صح. فاحنا بنتكلم في تيك فيلد في بروجرامنج، فانت مم. لازم انت تكون فاهم ده، مم. ما تبقاش زي ما بيقولوا كده شغال في حاجه ايدك ما ما تعصبش كانتش فيه. موجوده فيها. بالظبط. بالظبط. دي نقطه. فبايثون قلنا والله خلاص انا هشتغل اي اي انجينير، فانت هشوف بقى الماشين ليرنينج وكل الريكويرمنتس بتاعت الايه. لو رحنا للكتاب زي هانسون هتلاقيه بيقول لك انا عندي ريكويرمنت معينه، لو مش مم. محققها روح حققها وتعالى. مم. انا مش هظلمك، انا مش هقول لك والله تعالى خد ماشين ليرنينج موديل واقعد اشرح لك تفصيل وانت مش معاك ليه الجبر، صح. مش معاك كالكلس، فاهم؟ مم. فعشان نخسر على بعض تدور المطلوب، مش معاك في كورس في هارفارد بيشرح دي، في كورس مش عارف كذا في ستانفورد بيشرح دي، خدهم وتعالى. مم. بس فماتش كل الريكويرمنتس المطلوبه. مم. بايثون مثلا ماثيماتكس معينه لينا، جبرا، مم. كالكولس، ايا كان الايه الحاجات المطلوبه. بعد كده لو احنا هنخش مثلا في حته شبه الاي اي والماشين ليرنينج، فبقى ابدا بقى شوف البسيط قوي. شفت حته ما تستعجلش، خليها دي منهج حياتك. مم. ما تستعجلش، انت كمان سنتين هتلاقي الدنيا اسرع من دلوقتي، وعادي جدا ده الريتم الماشي يعني. صح. هو ده اللي حاصل. يعني مش عارف فين بيستثمر بكام مليار، ما هم كمان شويه يستثمروا كام تريليون، مش صح. هيحصل حاجه جديده. صح. ده الطبيعي بتاع البني ادم او بتاع البشريه يعني. مم. فمش هيفوتك حاجه، انت بس امشي صح عشان لما توصل تعرف تكمل صح. مم. عشان زي ما بيقولوا الطلوع السريع بيجي بعده على طول تنزل مم. بسرعه جدا، وتحس ان انت كنتش بتعمل اي حاجه في طول الفتره اللي فاتت. حلو جدا، فما حدش يستعجل يعني. بالظبط. حلو قوي. طيب اتفضل كمل في بوينت لسه فالنقطه بتاعت البيزكس بتاعت الماشين ليرنينج او البيزكس بتاعت الداتا اناليسيس او البيزكس بتاعت ايا كان داتا ساينس مثلا، حاول تماتشها بشكل كويس جدا. وبعد ما تماتش زي ما قلنا حته الابلايد بقى تبقى ذكي، ما تروحش تطبق في مشروع هنا في هيلث كير وواحد في فاينانس وواحد في سكيورتي. شوف انا عايز اشتغل في دومين معين واطبق عليه، وكل دومين هتلاقيه فيه ريكويرمنتس معينه محتاج تفهمها. يعني ايه اصلا اتاك، يعني ايه دي اس دي دوس اتاك، يعني ايه مش عارف يعني ايه يعني ايه ترند في التايم سيريز، فاهم؟ فكل الحاجات دي لما تظبطها وبعد كده تعمل بقى شويه البروفايلنج اللي احنا قلنا عليهم، سي في ولينكد ان بروفايل، وتماركت لنفسك. مش جاست انا برودكت، لا انت جاست انا ايه انجينير او ليدر في الحته دي. فاللي هيشوفك حسك انت شغال اصلا لوحدك كيان. صح. فيحب يضم الكيان ده ليه؟ عشان الكيان بتاعه هو يبقى اكبر، هو يكبر. بالظبط. حلو. طيب فخلي وجودك في اي مكان اضافه، مش بس انت هتبقى عايز تخش المكان ده عشان ايه؟ عشان حاجه معينه بس ممكن او موظف وخلاص. طيب هل الماركت في مصر فيه فرص في المجال بتاع الاي اي والداتا ساينس؟ الجواب ده يعني عارف انت الجواب بتاع السؤال ده مش عندي. يعني افتح اي بلاتفورم دلوقتي، وظف في لينكد ان ايا كان، هتلاقي كل يوم بيجي لك كده نوتيفيكيشن ان الشركات بتزود نسبه يعني ارتفيشال انتليجنس از انجينير. الرولز كل يوم بتزيد 10% في طلبات الانجينيرز اللي مطلوب فيها. 10%؟ 10% تقريبا. ممكن تلاقي 20% في اسبوع معين، 20% زياده. يعني ايه 20%؟ يعني الماركت كله مصر. ودلوقتي على فكره عشان دي برضه حاجه واخدين بالنا منها، مصر دلوقتي مش مفصوله قوي عن الماركت بتاع الانجليزي زي زمان. زمان كان في جاب كبيره جدا، كان هم بيتحركوا في اتجاه واحنا لسه تحت قوي. دلوقتي لا، الخليج كله كان مختلف عننا. بالظبط. لا دلوقتي مختلف جدا. الشركات كلها اللي في المينا ريجن بتشوف ان مصر انفايرمنت لذيذه جدا تشغل منها ناس بكوست اقل، وهو ستيل الكوست بتاعك كواليفيكيشنز عاليه طبعا، كواليفيكيشنز كويسه جدا. ايوه. وحتى لو هتيجي هنا كستارت اب او حتى هتهير ناس تشتغل لهم مشاريع هناك، فانت اصلا ما بقاش فرصك مصر. يعني انت مش شرط تشتغل في شركه في مصر، عادي جدا تبقى في السعوديه، قطر، الكويت، ايا كانت الشركه، بس لما تكون معاك اللي هم عايزينه. حلو جدا. فالماركت بتاعك مفتوح، جو اهيد. يعني مش شرط حتى كمان اشتغل في مصر، ممكن اشتغل ريموت واشتغل من اي مكان. فده سهل في المجال ده جدا جدا. بس محتاج اعمل ايه؟ طيب مشاريع مثلا زي ما قلنا البروسيس اللي انت مشيتها دي كلها، لو وصلت لنهايه انك معاك لينكد ان قوي، معاك سي في قوي، عيش حياتك بقى. حلو جدا. يعني ابدا اشغل نفسك بمشاريع. حلو. وابلايد وارمي السي في بتاعك في اي حته. حلو قوي. مره هتيجي في مصر، مره هتيجي بره مصر، مره هتخش انترفيو هنا. وبعدين بقى في سكيل في ان انت الانترفيو اسرع. يعني ازاي تدي الانترفيور اللي هو عايزه، مش ان انت تاخد منه اللي انت عايزه بس. فالحاجات دي كلها هتمشي معاك بصيد بقى التكنيكاليتيز اللي معاك. حلو قوي. طب هل مثلا عشان اشتغل في المجال ده بالذات، يعني في الداتا ساينس او الاي اي، هل محتاج يكون معايا مثلا او اكون دارس بره مثلا، اخد مثلا ماستر او بي اتش دي مثلا من جامعه بره او في مصر، ولا الموضوع ده برضو عادي مش لازم؟ يعني هل ده لو انا عملته هيفيدني في الشغل، هلاقي شغل اسرع او احسن ولا؟ عايز اقول لك ان انا كان دي المايند سيت بتاعتي. بمعنى انا من 3-4 سنين وانا بقدم في الجامعه وعايز اكمل بعدها ماستر ثم بي اتش دي، كنت شايف ان مجال الداتا ساينس تحديدا هو مجال ار ان دي، يعني مجال لازم فيه جزء ريسيرش.
فانت عشان تتطور فيه وعشان تبقى قريب من الثيوريتيكال وبتابلاي في الارض الواقع لازم تبقى معاك ليفل اوف اديوكيشنز معين، حلو. معاك ماستر، معاك بي اتش دي. طب حلو، هل دي بقى مع الوقت دون اثبتت ان هي تمام، كانت الثيوريتيك دي تمام اصلا، ولا كانت اصلا الثيوري دي كلها غلط او جزء منها غلط؟ هي اثبتت انها صح. بمعنى انت لو معاك بي اتش دي او ماستر انت بتفاليديت اكتر انك فاهم الريسيرش اصلا ماشي ازاي. انت في كويس. جزء كبير من شغلك بالذات الترندز اللي كل يوم بتطلع محتاج تقرا الريسيرش بيبر. فانت لو مش بتحب تقرا او مش بتحب تسكرول وتبص في التفاصيل هتعمل ايه؟ مش تطبق التكنولوجيا الجديده، هتستنى حد يطبقها وتروح تاخد منه صح. كود؟ اكيد مش مش هيحصل كده. منطقي. بالظبط. فالفاليديشن اوف ان انت تبقى معاك ماستر اديوكيشن او ماستر ديجري او بي اتش دي دي لذيذه جدا، ولكن هي حاجه سكندري او اضافيه. تقدر تشتغل من غيرها، تقدر تعيش حياتك، تقدر توصل لمانجر ليفل فيها من غيرها عادي جدا. عادي جدا يعني. عادي جدا. حلو قوي. طيب اسالك سؤال برضو اغلب الناس تبقى عايزه تعرف، مرتبات الداتا ساينس والاي اي، او هسالك سؤال قبل السؤال ده، احنا عاملين نقول داتا ساينس واي اي، هو في فرق بينهم؟ طبعا طبعا طبعا. ايه هما؟ طيب لو احنا بنتكلم في كفول كفرق بين الفيلد ده من حيث الدراسه ومن حيث الشغل، في فرق. يعني ايه؟ يعني المجال ده مش في مصر بس، في بره حتى تلاقيهم ممكن بيهايروا واحد داتا ساينتست بس هم في الحقيقه عايزين اي اي انجينير. حلو. والعكس، عايزين بيهايروا حد اي اي انجينير وهم عايزين حد داتا ساينس. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الشركات عندها داتا وعايزه تستفاد منها، وعارفه ان الاي اي بيعمل مودلز والداتا ساينس بيعمل مودلز. حلو. فهو جي بي تي داتا ساينتست، يا عايزين داتا ساينتست، تروح حد يشتغل جوه وهو سينيور ويلاقي انت يا جماعه انتوا عايزين داتا ساينتست مش انا، فاهم؟ اصلا انت اصلا يعني كل اللي انت طالبه ده حلو بس مش انا. وستيل ان كان هو بيماتش اللي هم عايزينه وكل حاجه بنسبه 80% ومش هيعطل، بس كانت الرول محتاجه تتظبط. بمعنى ايه؟ ما تشغلش بالك بالفروقات قوي ولا بالتايتلز قصدك؟ ما تشغلش بالك بفرق ايوه بين التايتلز وبعضها قوي. إيه في جوه الشركات بتتصرف في اتجاه، اشغل بالك هي في الحقيقه بتعمل ايه. يعني اعرف الريكويرمنتس بتاعت الرولز ديت او الكواليفيكيشنز بتاعتها ايه عشان تجيب نفسك عليها، ولما تعملها ايا كان بقى هتغير فيها شويه يزيد عليها حاجه او ينقص منها حاجه انت ما عندكش مشكله فيها. يعني لو انا قلت ان انا اي اي انجينير او انا داتا ساينتست نفس الحاجه؟ مش نفس الحاجه، بمعنى انت في 50 60% ماتشد مع بعض. ايه المشترك بقى؟ طيب ايه المشترك؟ المشترك منهم ان الاثنين بيفهموا اناليسيس كويس، وان كان الاثنين مش هيطبقوا الاناليسيس كويس. الاثنين منهم بيعملوا مودلز، تمام، وان كان الاثنين مش هيعملوا نفس الكواليتي بتاعت المودلز ونفس الافريج بتاع حلو، كويس، ماشي. الاي اي انجينير بيفوكس انه يطلع موديل، ديبلوي موديل، يطلع كويس. موديل كبير وبكواليتي معينه. الداتا ساينتست ممكن يبقى نهايه شغله ريبورت، ممكن يفاليديت حاجات معينه بالموديلنج، بس مش هو شغلانته انه يديبلوي موديل، مش شغلانته ان هو يترين موديل باعلى كواليتي. تمام، اوكي، حلو جدا. ودي الفروقات اللي هتلاقيها كمان في حاجه شبه الماشين ليرنينج انجينير. ايه الماشين ليرنينج انجينير؟ هو راجل برضه في تايتلز برضه يقول لك ديب ليرنينج انجينير، ان ال بي انجينير، مش عارف. حلو جدا. كل التايتلز دي الراجل ده لما بيجي يخش هو شغال مثلا ان ال بي انجينير، يخش على بروجكت موجود اصلا، موجود، يعني انا مش بروح اعمله، موجود. هما يعني الهيراركي كده تخيلها معايا انفايرمنت معينه، جابوا اي اي انجينير، تمام، حاجه شويه جنرال، وبعدين جابوا شويه اناليسيز وجابوا شويه بيج داتا انجينيرز والكلام ده. خلاص الراجل ده هيظبط الداتا وهيسلمها للانجينيرز دول، هيظبطوا الاناليسيز بتاعتها، هيجهزوها للداتا ساينتست، والداتا ساينتست مش عارف يعمل فيها ايه. محتاجين موديل، فالاي اي انجينير اللي موديل قوي قوي بقى، محتاجين يدبلوي بقى الموديل بطريقه معينه، محتاجين بقى مش عارف ايه، فمين اللي يعمل ده؟ الاي اي. طب محتاجين تريننج معين وكواليتي عاليه في التريننج بتاعه الموديل، عايز ماشين ليرنينج انجينير. طب انا عندي بروجكت في الحته بتاعه الايمجز والفيجن والاي اي انجينير مش هيعرف يجيبها اخرها، هات كمبيوتر فيجن، كمبيوتر فيجن انجينير. تمام، كويس. بس فالتايتل بتاع اي انجينير بتجمع اكتر من حاجه مع بعض. ممكن تبقى سبيشالايزد في حته معينه، بس الافضل واللي الماركت بيتكلم فيه خليك جنرال بقدر المستطاع عشان تكون بتماتش مع يعني 80% من الموجود، ولما تخش هتلاقي هم بيزوقوك في حته معينه. كويس، يزوقوك في حته ال ام ان ال بيز، يزوقوك في حته الكمبيوتر فيجن، وانت لو معاك البيزك مش هتعطل. كويس، كويس، حلو جدا. انا اشتغلت في شركات كتيره جدا كانت بتابلاي الكمبيوتر فيجن، وفي اسبوع 2 كنت شغال معاهم والدنيا تمام وهم مبسوطين وانا بقدم احلى شغل عندي، رغم ان مش دي البروجكت اللي انا اشتغلت عليها قبل كده كتير. نفس الكلام في ان ال بيز ونفس الكلام في في فلوس تاني. حلو جدا. طيب مرتبات، فلوس، ماني، عايزين فلوس بقى. how to make money. تعبنا من كل التعلم ده. طيب قبل اي حاجه يعني زي ما بيقولوا كده اسمها نصيب، طبعا مليون في المية. في ناس بتتحرق وبتاخد مرتبات ضعيفه صح، وفي ناس في المتوسط في السوق واللي الطبيعي اي حد بيقول اللي انت بتعمله ده بيعمله فعلا ياخده. ماشي. كجونيورز، كجونيور طبعا زيرو اكسبيرينس، كجونيور مش اقل من 20000، مش اقل من 20000، مش اقل من 20000. وهو يبقى عارف ان هو مش كحاجه ان هو يزودها نفسه، انت حاول تدور على الرول ب 30 هتلاقي في نفس الكواليفيكيشن بتاعك، نفس الكواليفيكيشن بتاعك.
موجوده. ازاي بقى طيب؟ شوف بقى زي ما قلت لك، انت دلوقتي وانت شغال في شركه، انت دلوقتي بتاخد رقم معين. الرقم ده مش شرط يكون بيماتش اللي انت اوريدي بتقاده جبلي. كويس. بمعنى ان الشركه دي قيمت شغلك ب 20، مم. ممكن حد تاني يقيمه ب 30، عشان ممكن اكون انا بزود زياده مثلا او بعلي السكيلز بتاعتي عاليه. وممكن يبقى اللي انت بتعمله نفسه، اه بس الشركه دي معاها بادجت اعلى. ايوه فهمت قصدك. فما تشغلش دايما بالك بالسالري ان انا مم. لازم اكون بلس 2 يير اوف اكسبيرينس، مم. بلس 3 ييرز اوف اكسبيرينس. لا مش مم. كده خالص. مم. بس فانت ممكن تاخد نفس ضعف مرتبك دون وانت جونيور عادي جدا، مم. بس تبقى حاطط نفسك في المكان الصح مم. بس. والتدرج بعد كده مثلا يعني ممكن التدرج بعد ميد كده ليفل مثلا ولا سينيور على طول ولا ايه؟ الميد ليفل في شركات ما بتعترفش بالميد ليفل، وفي شركات بتعترف بيها. الميد ليفل ده اللي هو بلس 2 او 3 ييرز اوف اكسبيرينس. في شركات بقى بتعتبر على طول جونيور وسينيور. وسينيور. فلو احنا بنتكلم في الميد ليفل عموما، لو الناس اوريدي بتتعامل معاه سنتين ثلاثه، على حسب بقى الشركه. يعني هنا برضو لو بتقبض بالدولار بتلاقي رقمهم كويس مم. مقارنه بالمصريين اللي هم بيقبضوا بالجنيه. مم. فدي حته صح. تبقى واخد بالك منها. ولكن عموما لما بينزلوا مصر اصلا بيقبضوا بحاجات ارقام بسيطه، بس ستيل بتكون بالجنيه الكبير. مم. فالميد ليفل هتلاقيه بيقبض في 35 40. حلو. تمام. السينيورز لا، السينيورز ممكن من 60 وانت طالع، من 60 50 55. ده في كل 60. الشركات ولا هل المجال ده اصلا في كل الشركات؟ يعني كل الشركات هتدي كده هقول ولا لك لازم بقى يكون شركات مثلا هقول لك حاجه جلوبال؟ قول لي. ماشي. شفت الفكره بتاعت ان الاي اي ترندز يعني مسيطره على صح. دماغ كل الناس. مليون في المية. انا رحت شركات كتيره جدا، مم. شركات ما لهاش في التك وشركات ليها في التك، وشركات عندها رؤيه وشركات يا دوب لسه بتفكر. تمام. فهو ممكن يشوف مرتبك كتير جدا. يعني هو تقول له مثلا والله هاخد 50، حضرتك تاخد 50 ليه؟ ليه 50 بالظبط؟ ده بقى تعمل قبض ايه؟ 5 اشخاص. اه يعني 50 دول 5 والله العظيم اشخاص ممكن عندي. 10 مثلا. اه. آه. فهو مش هو عايز يعمل حاجه، وعنده داتا وعنده بروجكتس وكل حاجه لطيفه، وممكن يبقى كمان بييفالويت ان هو هيكسب من البتاع دي مش 5000 ولا 50000، هيكسب منها 5 مليون. مم. بس هو مش فاهم الماركت بتاع الحته دي ماشي ازاي. مم. تمام. فانت لما يتعرض عليك سالري مش بيماتش الافريج بتاع الماركت، ما تاخدوش. مم. يعني انت كده بتوقع الايه، بتوقع الستاندرد المحطوط او الثريشولد بتوقع بتاع. السوق يعني كده، بالظبط. بتحرق سوق غالبا زي ما بيقولوا بالظبط كده. بتحرق. طيب في المقابل ايه اللي انت عملته؟ انت بتحرق نفسك. مم. ليه؟ لان انت لو دخلت على الرول دي عشان تروح تجيب ضعف المرتب اللي هو اصلا هتلاقي الجينيور بره بياخده بعد سنتين ثلاثه، انت اللي هتحرك نفسك. مم. تمام. فالشركات المتوسطه في ان هي يكون ليها مشاريع هنا، وده اغلب شركات في مصر مش جلوبالي بس، مم. شركات في مصر اغلب مشاريعها مثلا في السعوديه الكويت قطر مش عارف ايه، مم. بتقبض مرتبات في رينج اللي انا بقوله ده وزياده. مم. طيب شركات في مصر مشاريعها في مصر بتقبض نفس المرتبات دي وزياده. مم. فمفيش مفيش مم. حاجه تخلي شركه تدي لواحد 10000 جنيه وهو اي انجينير. طبعا. يعني مم. دي بقى خرجها من ذهنك. حتى لو مم. قلت لقيت حد بيقول لك ده الفرونت اند يا عم ب7 وده الاي اي انجينير يعني زياده مم. عنه 10، ما مم. ما تحرقش نفسك، حلو قوي. عشان انت لو درست فعلا هتبقى بتستحق الرقم ده. حلو جدا. طيب اسالك سؤال برضو، مثلا لما حد يجي يشوف وظايف على لينكد ان او وظف او كده، ممكن يلاقي ان هم طالبين في الاكسبيرينس بلس 2 years of experience 5 years of experience. في ناس تيجي تقول لك هو انا هجيب لك منين اللي اصلا السنين دي، والمجال ده في مصر اصلا لسه مش معروف ولسه جديد ولسه ما وصل لنا من 3 سنين، واصلا انتوا مش عارفين ايه الفرق ما بين الاي اي والداتا ساينتست. فهل الموضوع ده فعلا بيبقى فارق؟ يعني انا ممكن اكون مثلا شاطر، بحس ان انا ممكن اكون شاطر وعندي اكسبيرينس كويسه، بس ان انا اشوف مثلا بلس 2 years او 3 years وانا ما عنديش ده تحرقني، اللي هو مش هقدم. ماشي. خليني اقول لك كده باختصار، سيبك من الرقم ده. سيبك يعني سيبك اللي هو مش كلمه بجاملك بيها وبقول لك انت اقوى واحد في العالم، لا. سيبك من الكلام ده كله. شوف الشركه بتعمل ايه وايه الكواليفيكيشنز بتاعتها وايه السي في بتاعك. انت لو بتماتش 50% من اللي هم عايزينه هيكلموك. 50%. 50% الاتش ار هيكلمك. وكتير بقى هحكي لك كيسز دلوقتي كتيره جدا عشان تفهم يعني ايه ارمي الرقم ده في الزباله. شركه كانت طالبه 5 سنين خبره. تمام. انا مش معايا 5 سنين خبره في حته معينه دي في حاجات السكيورتي. حقيقيه يعني حصلت معاك انت؟ حصلت. وشركه في قطر. تمام. 5 سنين خبره حتى في السكيورتي. انا اشتغلت سنتين سكيورتي، قدمت، وكانوا طالبين حاجات معينه في الاجرز وبتاع، وانا كنت واخد معايا السيرتيفيكت بتاعته في سنتين. فقدمت، دخلت الانترفيو، بس كل الانترفيوز تكنيكال اتش ار كل حاجه، وصلت لاخر لير. انا كنت خلاص اوريدي هجوين معايا، وكلمت حتى المانجر اللي كان معايا وقال لي انت كنت اخر واحد، كنت خلاص هتخش معانا. قلت له طب انتوا كنتوا طالبين 5 سنين خبره وانا كنت يا دوب سنتين 3. قال لي لا ده مش شرط، احنا بس بنحط الافريج ده، بنحط الرقم ده عشان اللي يجي يكون سكيل، مش يجي لي بقى واحد لسه بيجرب وواحد لسه ما عملش حاجه. عايزين واحد يشتغل على مشاريع حصلت له انسيدنتس. هو كان بيقول لك بقى، هو لما انترفيوز بتكون في ليفل ال3 سنين 4 سنين،
مش بيقول لك اوبجكت اورينتد والبايثون وفانكشنز، لا هو بيقول لك ايه الانسيدنت حصل 1 2 3 4 احكي لي عملت فيها ايه. صح. فانت تقول له بقى والله حصل 1 2 3 وانا عملت كذا وبعدين تواصلت مع التيم وكذا، يعني ايه بيشوفك انت في ايدك في الارض الواقع ولا لا. مم. وكيس ثانيه شركه كبيره في السعوديه اللي انا حاليا ماسك فيها بروجكت، كانوا طالبين برضو بلس 3 ييرز وانا مش بلس 3 ييرز. فقلت لهم والله طيب انا بعمل 1 2 3 4، واللي دخل معايا الاتش ار قال لي احنا طالبين كذا 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 وخلينا نخش مع الكلاينت بتاعنا ولو تمام تمام. مم. الرول دي كان اللي بادئ عليها ممكن 25 شخص وهو قال لي كده. ف وكانوا سكيل اكتر مني، يعني مم. انا شفت السباق اكيد سكيل اكتر مني. تمام. انا لما دخلت مع السي تي او اللي كان طالب اللي كان البروجكت دوت، وقعد يحكي لي كيسز معينه واحنا هنعمل كذا كذا واحنا شغالين في الفيلد دوت وعايزين قلت له والله احنا بص انا عندي باك جراوند في السكيورتي وكانت في حاجه ريليتد بدوت، واحنا ممكن لو حلينا المشكله دي هنحل فيها 1 2 3 4، وانا بفكر في كذا كذا، وانت لو قلت لي السيناريو ده احنا ممكن نعمل فيه كذا وبس. وقفلنا وبس. وقفل. بعدها قالت لي كونجريشنز اكسبت. قلت لهم يعني ازاي وبتاع. بعدها دخلت مع السي تي او بقى اللي هو كان المانجر بتاعي هو الكلاينت بتاعه. فقالت لي ببساطه شديده جدا، قال لي ببساطه شديده جدا انا كلمت كل الناس وكانوا ممكن 25 او اكتر اللي قدموا، وانت كنت اكتر واحد جريء وجاي على البروجكت، مش اللي هو اكتر واحد بقى السي في بتاعه يكسر الدنيا ويسافر الكوكب الثاني، لا هو انت يا باشا عشت البروجكت بتاعه، قدرت تقدم لهم حلول وهو انت معاهم في الكول. تمام. مش بتحل لهم حاجه بايدك بالفعل، لكن انت بتقول لهم انا لو اتحطيت في الارض الواقع دي هحل ازاي، هفكر ازاي. صح. فالناس التانية اللي هم زي ما قلت لك لو شويه موظفين هيعمل ايه لو هو سينيور حتى بلس 4 years of experience، يقول لك طب دي ممكن بيزد ان كذا كذا كذا، ما يقعد بقى يعومها قوي. بالظبط. مش وبعدين فاهم برضه الكلاينت هو وبعدين عايز مشكلته تتحل، صح. مش عايزك تقعد تقول له بيزد ان كذا كذا كذا. صح. فاعتقد مهم انك تبقى فاهم بيزنس جدا جدا جدا، وتفهم، ومش بس تفهم بيزنس، تفهم ازاي تقنع البيزنس باللي انت بتعمله. يعني هو بالنسبه له ممكن تبقى انت عمال تتحرك في اتجاه وعمال تكسر الدنيا وهو مش بيستفاد منك. فلازم تماتش ان الريكويرمنتس البيزنس بتاع الريكويرمنت بتاع البيزنس تماتش ان انت اصلا بتعمله، والاثنين في الاخر بيطلعوا ماني، بيطلعوا فاليو، بيطلعوا ايه حاجه الشركه تستفاد منها وانت تبقى مبسوط وهم مبسوطين. حلو جدا. طيب عايز اسالك سؤال، خدت يعني وانت بتتكلم على الكلمه بتاعت قطر، الشغل بتاع قطر، بيقول انت كان معاك السيرتيفيكيت بتاعت اجر. بالظبط. سيرتيفيكيت دي مهمه، يعني اروح اخد سيرتيفيكيتس مثلا دي هتساعدني في الشغل؟ حلو، جميل جدا. ولا مثلا ده كان من وقتها؟ لا يعني ده كان من زمان؟ لا مش زمان، من سنتين او اقل. اوكي تمام. طيب مهم ولا مش مهم؟ مهم. بمعنى ايه مهم؟ الشهاده بتفتح باب ان انت معاك شويه معلومات، يعني احتكيت بالنولج بيز دي، احتكيت بالاريا بتاعت انك تعمل مشروع في الاتجاه ده. تمام. فالسيرتيفيكت لو مش بتماتش مع اللي انت اوريدي بتعرف تعمله ملهاش اي قيمه. يعني انت رحت جبت سيرتيفيكت من هارفارد وخدته وعملت وسويت وبعدين جيت عملوا لك تاسك في البروسيس بتاعت التكنيكال انترفيو وما سلمتهاش، هيرموا السيرتيفيكت والسي في بتاعك وانت في الزباله. ايوه. طب معلش اسالك سؤال، هو ايه الفرق بين السيرتيفيكت دي والسيرتيفيكت مثلا بتاعت اي موقع؟ يعني مثلا الحاجه دي بتبقى بعيد. حلو جدا ماشي. بالنسبه لو احنا بنتكلم في كيس الفيندورز بتوع مثلا اي اي سكيورتي الكلام ده كله، طبعا بتبقى بعيد. يعني انت بتدفع فيها فلوس عشان تمتحن امتحان، فبتاخد ايه؟ تاخد سيرتيفيكت. فبالتالي الحاجه دي انت مش هتدفع فيها فلوس ومش هتمتحن غير وانت شاطر فيها جدا. يعني في فرق بين دي ومثلا بين اي موقع تاني على النت خالص. او اي مثلا خدت على كورسيرا، خدت على يوداسيتي وخلاص. مش ليرنينج بروسس. حلو. هي ميبي ريل وورلد سيناريوز وانت بتتعرض وبيدوك اسئله لكيسز معينه زي ما قلت لك، هو يعتبر في الاكزام دون، في الاكزام دي عموما بيدوك كيسز اصلا ويشوفك انت لو عشت كيس قريبه منها هتعرف تحلها، ما عشتش هتلطش. صح. في 20 اختيار الاختيار الواحد منهم هو اللي صح والباقي كله غلط. بس ف اتس بيد طبعا ولكن طبعا احنا بنتكلم في كيس الشركات في الاغلب هم اللي بيكونوا بيتكفلوا بحاجه شبه كده، انت مالكش اي دعوه، انت راجل شغال بايدك، فهم لو عايزين سيرتيف وانت عايز سيرتيف هم بيدفعوا لك حاجه بس شبه انت كده. من نفسك انت اللي عملت كده ولا ده كان تبع شركات؟ كانت اوريدي في فوتشرز بتيجي طبعا للبارتنرز بتوع مايكروسوفت، فانا كنت خدت الفوتشرز ديت واستخدمتها وباز بقى سيرتيفيكت كده جدا، حتى منهم حاجات في اجر داتا ساينتست يعني. حلو جدا. كويس. بس فهي مهمه، ولكن هي جاست انا ريد فلاج بالنسبه لاي حد ان انت معاك نولج بيس كويس. هتثبت لنا ده هي حل، مش هتثبت لنا ده انت والسيرتيفيكت خليهم معاك بقى. ملوش لازمه. حلو. طيب تعالى برضو بص اسالك سؤال مهم، اغلب الناس برضو هتبقى عايزه تفهمه. انا برضو لحد دلوقتي مش فاهم ومش عارف برضو، انا لما ابقى داتا ساينتست او اي انجينير في الشركه هعمل ايه؟ يومي في الشركه بيمشي ازاي؟ ببقى مسؤول عن ايه؟ ايه اللي بيقابلني؟ طب بحله فاهم يعني حطني كده جوه مثلا يوم
في حياه الاي اي انجينير في الشركه؟ طيب حلو جدا. طيب هو السؤال ملوش إجابة موحدة. نموذجيه. موحدة، اللي هو هتقول والله ده الناس اللي هم بيصوروا اي انجينير دي في ايوه، اللي جوجل هو في والكلام اللي ده. قاعدين بره ياخدك باللابتوب اه ونازل الصبح واقعد الكوفي بريك بفطر وكوفي. يقعد يلعب وينزل ويروح كده اليوم. اليوم خلص. لا طبعا مفيش إجابة موحدة في الحتة دي، ولكن اللي يعتبر الكومن بين بالدايز يعني عموميا في الاي اي انجينيرز او حتى الداتا ساينس او كده، ان انت بتستارت يومك في الاغلب بريكويرمنتس معينه. يعني ممكن تلاقي مانجر مثلا بيكلمك يقول لك والله انا عايز 1 2 3 واحنا حققنا 1 2 2، محتاجين 3 و4 5 ومحتاجين نحط بلان لنكست ستيب. مم. تمام، دي نقطه. تمام، بعد ما يحط الرولز ديت او يحط اللي هو الاستراكشر اللي هو عايز يمشي عليه، عشان هو بيماتش معاه زي ما قلنا ريكويرمنتس معينه هو عايز يحققها عشان مم. الشركه وهو وانت تكسبه. مم. تمام، فبتبدا في الاغلب بايه، بشويه ميتنجز كده في اغلب الشركات. طيب ايه بقى النكست ستيب بعد كده؟ انت بتبدا تحل بقى المشاكل بجد. انت مثلا والله اشتغلت على بروجكت لحد نقطه معينه امبارح وكان في ايشوز وقفت معاك او ايرور مم. معين، تبدا تكمل على الكلام ده. انت بقى والله هتحط نفسك جوه سايكل اوف ان انت زي ما بيقولوا كده انت لابنه في بناء كبير في اغلب البروجكتس يعني. انت مش اللي هو مش جدار، انت طوبه. تمام، يعني ايه طوبه؟ يعني انت محتاج تستلم من اللي تحتك حاجه محترمه وتسلم اللي بعدك حاجه محترمه. مم. يعني انت تبقى سلمه نظيفه مم. ما فاهم. تبقاش عائق لاي حد صح. بتستلم منه او بتسلمه. صح. فانت لو داتا ساينتست فانت بتستلم من اناليست وبتسلم ممكن اي انجينير. مم. تمام، او بتسلم بيزنس مثلا مم. اونر او حاجه. فبالتالي انت محتاج تبقى بتستخدم كل السكيلز اللي عندك مم. عشان تريح اللي تحتك وتريح اللي فوقك في نفس الوقت انت ترتاح. مم. انت لو عارف ان الجاب اللي حاصل في الشغل دلوقتي مش من سبب، مش منك انت شخصيا، مم. ولكن من حد سلمك حاجه فيها مشكله، ما كنتش تستلمها. صح. يعني ما كنتش تستلمها وبعدين تيجي قدام تعطل. مم. لا، انت عارف في ريكويرمنتس معينه وفي فيلدز معينه انت فريندلي ممكن تقول والله الحته دي سنتين ممتاز، بس هي في ايشوز على جيت هاب في الريكويرمنتس ممكن تابديتها عشان ايه، تكمل شغلنا تمام جدا ما يحصلش معانا مم. مشكله في الديفلوبمنت. حلو. فدي اللاين. طيب انت بتسلم بقى لحد، طيب انت بقى شوف انت ايه البيست براكتس، يعني انت لو مكانه هتعمل ايه. ولو في تدرج في الرولز، يعني انت مثلا ممكن تبقى في كل بروجكت مثلا اي اي وانت في سينيور وانت ميد وفي تحتك جينيورز، مم. فممكن الميد مثلا بيستلم من الجينيور وبعدين بيستلم السينيور، وممكن مم. السينيور بيستلم دايركت من الجينيور، ممكن رولز كتيره جدا تحصل. فاهم. فلو انت بتستلم من حد في نفس الكرايتيريا كلكم بتديفلوب موديل معين وكلكم بتشتغلوا على مثلا داتابيز قريبه من بعض مم. وانت بتطور حته معينه في الموديل، مم. خلاص انت عارف ان تطوير الجزء ده من الموديل مبني على ان في هندله حصلت للداتا. صح. تمام، فاول حاجه تشيك عليها زي ما قلنا تشوف الداتا اتهندلت الجزء اللي انت عايزه ولا لا. مم. يعني ما تقعدش تقعد تفرك في حتتك وانت ممكن تحصل مشكله في الجزء ده بسبب حاجه مم. قبل كده. صح. وفي نفس الوقت وانت بتسلم الجزء بتاعك قول والله زي ما احنا بنسلم في الاغلب، يعني بيحتاج ان هنا في ريبورت كده لطيف بيقول والله انا استلمت كذا كذا وعملت 1 2 3 4 ودي الريزولت بتاعتي ودي الكونكلوجنز بتاعتي. مم. تمام، اللي بعدك بيبدا ياخد كل شغلك ده ويختصره في 3 Documentation. سطور. ايوه ايوه. الدوكيومنتيشن دي بتمانج كل حاجه. دي مم. بتقول والله لو انت جه عندك كده البيزنس صحي في يوم من الايام ودي موجوده. مم. يعني مثلا الاونرز بتاع السعوديه ده، انا مثلا بتعامل مع حد فاهم تك شويه، قال لي انت لو اتعاملت مع التاني هتحس ان في مشكله كبيره. ليه؟ مم. لان هو بالنسبه له الموضوع كله شويه اكشنز بتحصل، هو مش مم. بالنسبه له التفاصيل بقى والكود مم. ومش عارف الكلام ده. فممكن تلاقي البيزنس اونر صحي كده في يوم يقول لي انتوا عملتوا ايه السنين اللي فاتت دي؟ انتوا بقالكم 6 شهور شغالين بتعملوا ايه؟ بالظبط. فانت تبقى معاك كده شويه اوراق تقول له والله احنا عملنا 1 2 3 4 ووصلنا لكذا، حصل مشكله وبعدين حليناها وعملنا كذا مم. وبعدين سلمنا حاجه معينه في الحته دي وكنا بنماتش ريكويرمنتس وده كله جوه التايم لاين بتاعنا واحنا مم. ما طلعناش بره التايم لاين كله تمام. كله تمام. حلو. في مشكله حصلت والله حصلت مشكله مع الجونيورز والله حليناها. طيب في اي حاجه من حيث الغرامات او الكلام طبقت ولا لا؟ والله لا عدت من غير اي حاجه والدنيا تمام كله مم. لذيذ كله لذيذ. حلو جدا. بس فاعرف ان فكره شفت الحته اللي انا قلت لك عليها في الاول ان انت تبقى عندك يعني ايه تعرف تتعامل مع الناس كويس. مم. ده على فكره ممكن يكون زي ما بيقولوا كده التك ممكن يبقى 20 30% من يومك كحاجه بتكتبها والكلام ده، مم. وجزء من العلاقات بقى انت بتعرف تمانج الدنيا وتعرف تهندل وتسلم المطلوب. ده جزء كبير جدا من الشغلانه اصلا. حلو جدا. حلو قوي. طيب قول لي بقى لو عايزين مثلا نلخص وندي مثلا نصايح للطلبه للناس اللي عايزه تدخل المجال، تعمل ايه، تركز على ايه، هكذا. طيب اول حاجه طبعا استثمر في نفسك. يعني انا لما لقيت ان انا محتاج انجليش قلت لازم ادرس انجليش. محدش قال لي روح ادرس كورس انجليش تبقى جامد جدا. مم. وحتى وقتها خدت شويه حاجات سوفت سكيلز بقى والبرزنتيشن والكلام ده اللي هو انا لقيت نفسي بعد كده محتاجه واشتغلت بيه والحمد لله جات لي شغلانات كتيره جدا بس ان انا بعرف اعمل برزنتيشن كويس. مم. تمام، فاستثمر في نفسك، ما تستخسرش حاجه، ما تحسش ان انت ايه
والله بدفع فلوس في كورس معين وبعدين لسه وهدفع منين وعمال لا ادفع وان شاء الله هيجي لك، مم. بس طول ما انت مركز وعارف تروح فيه. صح ما تكونش بتجوين الكورس وتدفع فلوس وتروح تنام. ما هو صح صح، دي اهم نصيحه، دي اهم الكورس نصيحه. مش هيجي لك في بوكس وهتحطه جوه، صح. فاهم؟ فبالتالي بوش في الاتجاه اللي انت عايزه، ما تزهقش، وفي نفس الوقت ايه استثمر في نفسك جدا، واعرف ان كل نقطه هتحطها دلوقتي في البحر بتاع احمد محمد ابراهيم ايا كان الشخص ده، البحر ده بعد كده هيكون فياض بالمعلومات. يعني في فتره عطاء وفي فتره ايه انت اصلا بتتملي. مم. فانت لو قعدت تحاول تيجي في فتره العطاء تعطي وانت فاضي، صح، مفيش حاجه. ففتره الشغل وانك بتاد فاليو وبتعرف تاخد سالاريز كويسه وتعرف تعيش حياتك كويس، ده بيز دليل ان انت كنت بتتملي من فتره او بتحاول ايه مم. تاخد النولج الانف ان انت مم. تشتغل بعد كده. فدي نصيحه يعني استثمر في نفسك. حلو جدا. طيب شكرا جدا ليك يا يوسف، استفدنا شكرا جدا ليك جدا ليك النهارده. والله كل أنا المعلومات بصراحه انا كنت مستمتع جدا بصراحه على المستوى الشخصي، حبيبي. واكيد متاكد ان كل الناس استمتعت ان شاء الله. وفهمت اكتر. يعني في ناس اعتقد الكونسيبت بتاعها كان مختلف وكان المايندز بتاعتهم مختلفه شويه، اعتقد النهارده ممكن يصحوها شويه. ان شاء الله. شكرا جدا ليك، شكرا اتمنى جدا لك ليك دايما ان شاء كل الله. التوفيق، ان شاء الله حبيبي. نشوفك في احسن مكان. يا رب دايما. يا رب دايما. شكرا جدا ليكم، اتمنى تكونوا استفدتوا النهارده، وان شاء الله نشوفكم الفيديوهات الجايه والبودكاست الجاي على كل خير ان شاء الله. توفيق دايما للجميع.